ازيك يا عم حسن؟ ده مشهورة أوي. عامل ايه؟ الأخبار عامل إيه؟ الحمد لله. انا مبسوط ان انت نورتنا، ومبسوط ان انت موجود معانا النهارده، وان انت قطعت المشوار الطويل ده عشان تجي لنا، فجاي في ميعادك واحنا وقعدت استنتنا. شكرا ليك بجد، مش عارف اقول لك ايه. فانا مبسوط ان انت منورنا في ده مشهور قوي، البرنامج او البودكاست اللي احنا حابين نتكلم فيه عن الناس اللي مش مكتوب قبل اساميها 3 حروف بالانجليزي، ومش بيتكلموا 18 لغه، ومش ما عملوش ب 80 مليون جنيه عشان يقعدوا ويتكلموا عن حاجه هم فعلا نجحوا فيها. احنا بنرصد الناس اللي هي ناجحه او في طريقها ان هي توصل لنجاح كبير، وهي بتنجح نجاح ملموس وهي ماشيه على الطريق، او ما صح الناس اللي عندها حكايات بس عشان هي مش مشهوره ومش معروفه ما بتتكلمش عنها، فهم موجودين معانا، بيكونوا موجودين معانا عشان يتكلموا عنها. فعشان كده اهلا بيك معانا. يلا بينا. بص، احنا خلينا، انا عايز ابدا بحاجه ان احنا مثلا ايه، انا دردشت معاك وشفت ان احنا في محطات كتير، فلو انت مثلا هتقسم حياتك لمحطات بشكل سريع كده عشان الناس تبقى عارفه احنا هنتكلم عن ايه بشكل عام، وفي نفس الوقت ايه نتنقل بينها بسلاسه. اتفضل. طيب، طبعا انا مبسوط معاك ان انا موجود هنا يا عمرو، بجد انت حد من الاشخاص اللي تعز عليا جدا. الله يخليك. ان احنا اشتغلنا مع بعض فتره ما تعتبرش كبيره، بس حقيقي انت من الناس اللي تعز عليا قوي. مش الموضوع ما فيهوش كلام كتير يتقال، لان انا حياتي برضو يعني في موضوع الشغل مش كبيره قوي، ولكن هي كان فيها بس مراحل اساسيه، بدايه من شغلي في الدعايه والاعلام من سنه 2013. بعد كده انقطاعي فتره عشان اقضي فتره الجيش اللي هي قعدت تقريبا 2.5 سنين، وبعد كده رجوعي تاني للدعايه والاعلان. ولما حسيت ان السوق شويه مش مستقر فيها بسبب ان الدنيا ابتدت تتحول للسوشيال ميديا، فرحت بالصدفه البحته للكونتاكت سنتر. قعدت فتره في شركات من شركات الاوت سورس، وبعد كده رحت اشتغلت في جوميا، قعدت فيها حوالي فتره، يعني حوالي 6 شهور كده. بعد كده رحت بيجو، دي اللي احنا اتقابلنا فيها، كان ليا الشرف طبعا. حبيبي. حبيبي. فدي يعتبر كانت الفتره اللي الواحد فيها ابتدى ان هو يمارس شويه السكيلز اللي هو اتعلمها، باعتبار ان انا كنت سيرتيفايد ليدرشيب سكيلز من مكان زي مكتب الدكتور شريف عيد، وده حد يعني تقيل قوي في المجال بتاعنا، اكيد الناس تسمع عنه. بعد كده طبعا حصل شويه ظروف كده في البلد فخلت ان بيجو سافرت بره البلد، فرحت الهواوي، ودي كانت برضه بالنسبه لي فتره مهمه، ودي اللي خلتني شويه افرق ما بين المايند سيت بتاع الشرق والغرب، اللي طبعا بيجو وهواوي شركات صينيه. بعد كده دلوقتي المفروض ان انا بفضل الله يعني ترينر في شركه برضه من السمارت ترانسبورتيشن، او اللي هو النقل الذكي، مش هنعرف نقول اسمها طبعا. بس فدي المحطات يعتبر يعني ما انا واخد بالي ان انت حياتك فاضيه خالص، ما عملتش اي حاجه. يعني. مش عارف طبعا الناس اللي عندهم، يعني انت كده ما عندكش، لو عندك هنعمل ايه؟ طيب بص يا صديقي، احنا دلوقتي انا في كذا توبيك عايز اتكلم معاك فيه، والحقيقه الحديث معاك انا متوقع جدا ان هو هيكون حاجه شيقه. فخليني تعالى نمسك مرحله الدعايه والاعلان. انت يعني انا على حد علمي ان الدعايه والاعلان قبل ما تنتقل انها تبقى ديجيتال ماركتنج وفي سوشيال ميديا ومش عارف ايه والكلام ده، ان هو كان متعلق اكتر بالبانرز، بالورق بالطباعه والفينيل والحاجات دي والبروشورات والكلام ده. فانت احكي لنا انت تجربتك كانت شكلها ايه، والمجال ده انت يعني ايه اللي انت وصلت فيه، يعني او وصلت فيه لحد فين؟ هي الفكره بس ان الفتره بتاعت يعني الفتره اللي انا انضميت فيها لمجال الدعايه والاعلان دي كانت بعد الثوره، فانت عارف الفتره دي كانت ملخبطه قوي. يعني احنا من ناحيه ان الموضوع ما كانش برضه سوق، ما كانش مستقر. في شركات كبيره اللي هي الشركات المتوسطه والصغيره دي ابتدت انها تتضرر من تاثير الثوره. فشويه كانت الدنيا لسه بتقوم على حاجه. يعني الفتره دي خدت قبليها كورس انجلش عشان بقى خلاص وقبليها كنت بحاول ان انا يعني من كتر ما الدنيا كانت عارف اللي هو متخبطه، كنت بحاول اسوق ميكروباص، فاهمني؟ كان الموضوع صعب جدا. كنت كام سنه في الفتره دي؟ انا في الفتره دي كنت من بعد الثوره على طول، كان من حوالي 21 ل 23 سنه. ماشي. بس انا انضميت للمجال يعني كده انت كنت لسه ما دخلتش جيش؟ بالظبط طبعا، لان انا قعدت في الكليه فتره كبيره شويه. فبالتالي كان من عندنا من 20 3 2013 تقريبا كان لقائي بقى بمديري طبعا استاذ يسري، كان حد من الناس المهمه جدا في حياتي، وعلمني حاجات كتير مستمره معايا لحد دلوقتي، شويه في الاداره وشويه في ازاي ان انت تتعامل مع الناس اصلا بشكل عام. فدي كانت فتره الى حد ما كان ابتدى بقى السوق شكله يتغير، موضوع ان انت الدعايه والاعلان، حته بقى زي ما انت بتقول البانر والحاجات الورقيه والكلام ده، المفروض ابتدى يتجه شويه. كان ابتدى بقى فيسبوك وتويتر، وابتدى يطلع
يوتيوب، وازاي ان انت تعلن على الحاجات دي، وازاي ان انت تصمم حاجات مناسبه للعرض على المواقع بتاعه التواصل الاجتماعي. فبالتالي يعني قعدت معاهم شويه. في الفتره دي كنت بحاول ان انا برضه افتح حاجه خاصه ليا، لان كان الموضوع كان في ناس شايفه كتير، يعني في كتير قوي شايفين في بوتنشال ان ممكن تفتح شركه بامكانيات صغيره تقدر ان انت تطلع منها فلوس. بس انا كنت شايف دايما ان انا معلش، البوتنشال فيك انت ولا في الفكره بشكل عام؟ في الفكره بشكل عام. يعني هي الفكره ان انا عشان يكون ليا زمايلي برضو في المجال ده كتير، فعارف كل واحد بيعمل حاجه. يعني ممكن حد يشتغل في الديزاين وحد يشتغل في البرودكشن بتاع، فالموضوع كان لطيف جدا. فكان بيجي الناس شايفين ان في بوتنشال فنقدر ان احنا نعمل حاجه. بس عشان انت تبتدي تفتح مشروع ما ينفعش ان هو يكون وليد فكره وان احنا خلاص احنا عشان معانا الامكانيات وكده فنطلع. ليه ما تسمعش عن عادات القهوه؟ ليه عملناها كتير. الكوبايات الشاي ده انت أيوة. بان انا يلا هنفتح مشروع. أيوة. حصل كتير يعني كده وقعدناها القعده دي. بس هي الفكره انا شايف ان الموضوع ما يمشيش كده. شايف ان انت لازم يكون عندك القابليه اصلا ان انت تتحمل شويه خساره عشان تقدر تكمل. لكن لو انت بتفتح مشروع بالاماونت او الكميه الفلوس اللي معاك بتاع وتيجي تقوم فاتح والفلوس تخلص تتعرض اول صدمه تقوم قافل، ده بالنسبه لي مش مناسب. وكنت عارف طبعا ان انا داخل الجيش فالموضوع كان اكيد هياخد وقت. فقعدت في الفتره دي وصلت لحد ان انا كنت شويه يعني كنت اكونت مانجر. تمام. اكونت مانجر فين؟ في شركه برنسيتي اللي انا كنت فيها بتاعت الدعايه والاعلان. تمام. يعني انت كنت شغال في شركه متعلقه بالدعايه والاعلان وكنت فيها وصلت ان انت البوزيشن بتاعك ايه؟ كان اكونت مانجر. اكونت مانجر. طب انت الاكونت بتاعك كان متعلق بايه بالظبط؟ بص هي الفكره ان هو ما كانش اكونت واحد، لان طبعا الشركه كانت شغاله في مجال واحد يعني الجزء بتاع الطباعه الورقيه. فاكونت مانجر ده اللي هو شويه مور ادفانسد عن الكاستمر سيرفيس ده في شركتنا. يعني مش الموضوع الاكونت مانجمنت اللي هو انت ماسك اكونت تعمل له كل حاجه والكلام ده. فاحنا كنا مثلا بنتعامل مع بنوك زي كريدي اجريكول زي باركليز قبل ما يتحول للتجاري وفا بنك او مايكروسوفت وكده. فكنا بنعمل لهم الشغل بتاعهم. بس طبعا دخل بقى في مرحله الجيش فخلاص بقى يلا نفصل، يلا نشوف بقى ايه مرحله خدمه الوطن بقى. انا قبل ما اخش على مرحله خدمه الوطن انا عايز اشوف انت في السن ده في الوقت ده انت كنت منسق ازاي بين كليتك الكليه اللي هي الدراسه والشغل واللي استفدته من الشغل نفسه بشكل عام، الخبره اللي انت الاكسبيرينس اللي انت خدتها من المجال. وطب انت وليه ما دوستش؟ يعني طالما هو بدا يتجه للسوشيال ميديا وكده وده بقى المستوى، انت ليه ما دوستش في حاجه زي دي؟ زي ما قلت لك بالظبط عشان كان الموضوع ان انا معايا سنتين بالظبط واخش الجيش. يعني انا اصلا ابتديت الشغل كنت ساعتها تقريبا في سنه رابعه اللي انا قعدت فيها برضو طولت شويه بسبب الشغل. هي الفكره ان انا كان تقريبا في الوقت ده كنت 23 24 سنه. شويه ركزت في الشغل ان انا في الدراسه يعني كنت يعني كليه الحقوق برضو شويه هي كانت كليه طف شويه جوه القاهره. فحسيت ان انا شويه مهتم بالشغل اكتر من الدراسه. ومع ذلك سبحان الله يعني انا حاولت ان انا انجز نفسي وفعلا كنت بحاول ان انا انسق ما بين الشغل وما بين الدراسه. بس كنت مايل للشغل شويه لان كنت شايف ان ده المجال اللي انا مهتم بيه وبحبه. حسيت ان انا شويه كنت بقطع فيه نجاحات بدليل ان احنا يعني تعرفنا على شركات تانية ابتدينا ان احنا نعمل معاها شراكه. ابتدينا ان احنا الدنيا طبعا شركات يعني كلها حاجات صغيره مش بالمعنى بس على السكيل اللي الشركه اللي انت فيها شغاله فيه فهو بالنسبه لها تقدم. بالظبط. وكنا بنتعامل مع اسامي كبيره وكان في نفس الوقت عندنا سبلايرز. واحنا في حد دلوقتي احنا كان عندنا برودكشن بس كان عندنا سبلاير كمان بنقدر ان احنا نتعامل معاهم. بفضل الله يعني كان ليا جزء كبير في ان احنا نتعامل مع السبلايرز دول. فقعدنا فتره فوصلت زي ما قلت لك ان احنا كان عندنا القابليه ان احنا نقدر نفتح شركه لان كان عندنا برضه شغل خاص بنعمله. وكان الفتره دي كانت عارف اللي هو الكيرف ابتدى شويه يعلى في الشغل مش في الدعايه والاعلان في الأول. تمام. بس طبعا انت اللي بيمنعك ان انت تخش في اي شركه او حاجه زي كده ان انت بيكون عندك فتره الجيش انت مش ضامن بعدها ايه اللي ممكن يحصل ومعكش ورق. بالظبط. بس هي الفكره معكش ورق انت ممكن يكون معاك شريك يعمل ورق بالنسبه للسجل التجاري والبطاقه الضريبيه. بس هي الفكره برضه طب انا مجهودي يعني انا دلوقتي هبذل مجهود في مكان وممكن ما اقدرش ان انا اكمل فيه بعد كده. فكان فكره ان انت تفتح شركه او اي حاجه كده الموضوع بيبقى صعب جدا. فانت كنت واعي ان هي محتاجه تخطيط بالظبط. وانت وعشان التخطيط ده يمشي فانا مش هينفع او مع اول خطوتين اقول لا معلش انا ماشي عشان ده داخل الجيش. دي حاجه. في سؤال استوقفني. انت شغال في شركه انت اكونت مانجر فيها وفي فوقيك مدير او صاحب الشركه في ظل هو عارف ان انت بتخطط او جاي في دماغك او بتفكر بيلح عليك ان انت تفتح بيزنس؟ كان عارف حاجه زي دي؟ لا طبعا. بس هي الفكره في حاجه هي كون ان هو يعني لما يكون حد عنده المايند سيت اللي هو كان بيتعامل بيه استاذ يوسف طبعا
هي الفكره ان هو حتى لو انت رحت مكان تاني عشان تفتح، هو ما كانش بيعوض حاجه زي كده، وهو ده المدير الشاطر. المدير الشاطر ما ينفعش ان هو يقف في وش الناس اللي موجودين معاه لو هم عايزين يعملوا حاجه لنفسهم. حتى الكلام ده احنا اتعلمناه في الليدرشيب، ان انت لما بيكون عندك موظفين، المفروض ان انت كان في جزء كده صغير كده درسناه اللي هو how to create future leaders. ليه؟ لان انت لما تبقى انت شغال والناس تحتيك شغاله وكلهم عاملين شغل كويس وبتاع، فده بيخليك ان انت تقدر ان انت تعلى، ولما تعلى بيجي حد تحتيك بيشيل مكانك. لكن لو مفيش حد بيشيل مكانك، لو انت بتحاول مثلا ان انت دايما بتديهم الحته بتاعت الشغل بس اللي هم شغالين فيها، مش بتديهم او مش بتطور فيهم. لا، انا كان بالنسبه لي يعني كنت محظوظ بان الراجل كان بيطور فيا، وان هو كان بيديني كل اللي عنده، فبالتالي اللي هو انا حتى لو طلعت بره ما كانش هيكون بالنسبه له مشكله. ليه؟ لان هو كان قدامي مش هيجيب مكاني حد غيري وبرضه هعلى. فهي دي كل القصه. لكن لا، هو الشهاده اللي الراجل عمره ما واقف قدامي، بس كان دايما كنت شايف ان عشان انا مش هينفع اكمل، فكنت شايف ان انا اكمل في المكان بتاعي احسن، احاول استفيد. طيب بعدين او خلينا نقول انت 21 سنه 23 سنه مانجر، يعني انت بالذات في اخر لا في اخر سنه الى حد ما. يعني انت دلوقتي 23 سنه وبتدير مكان او بتدير حاجه وتحتك ناس شغاله وفي شغل انت اللي بتهندله وبتنظمه. مش بالمعنى الحرفي، مش بالمعنى الحرفي. ليه؟ لان هو كان احنا مثلا انت بتدور مجموعه او انت ترف في مجموعه بتحاول ان انت تتحكم فيها الى حد ما، علشان انت في الاخر اللي في وش الكلاينت، يعني انت المسؤول بالظبط. لكن احنا طبعا كان معانا مدير انتاج. انا فاهم بس انت اوريدي انت في ناس مسؤول عنه وفي شغل انت مسؤول عنه بالظبط. فانت ده يعني يعتبر انت صغير نوعا ما. انت ده كنت بتواجهه ازاي؟ ولا هو انت بالفطره انت اصلا يعني هو بالمناسبه عشان الشيء بالشيء يذكر، انت بعدين كنت برضو مانجر في كذا حاجه. يعني مثلا احنا ما كنا شغالين مع بعض في بيجو، انت برضو كنت تيم ليدر، بالظبط. دلوقتي انت ترينر وهكذا. فانت طبيعي انت كل مكان بتروح انت ما شاء الله، رغم تنقلك لا ورغم حاجه تاني، المجال اللي انت فيه دي حاجه هنتكلم فيها، ان انت كل مره بتبدا من الاول. يعني انت مش بتروح على البوزيشن اللي انت فيه، انت بتروح تبدا من الاول. فانت كل مره بتروح تبدا من الاول، بتوصل برضو ان انت تبقى تيم ليدر او اكونت مانجر زي ما قلت. فانت ده يعني وصلت، هل ده اتعلمته؟ يعني انت اتعلمته ولا دي ولا انت بالفطره كده؟ بص، هو رزق من ربنا عز وجل اولا واخيرا. يعني انت دلوقتي لو المكان مش مساعدك عمرك ما هتقدر ان انت تعمل فيه حاجه. يعني انا كان اول ما دخلت الدعايه والاعلان ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. دخلنا في المكان كان في مانجر كويس، وكان حتى الناس اللي شغالين معانا في المكان بيحاولوا ان هم يعلموك على قد ما بتقدر. فبالتالي انت لما بتتمكن من شيء بتقدر ان انت يعني توصله للناس التانيين، فلما بتوصله للناس هم بيحسوا لك يعني بنوع من الانتماء. تمام. فده بيخليك شويه تقدر ان انت تتحكم في الناس، مش تتحكم فيهم، تحاول ان انت لما بتوصل كلمه او بتطلب طلب بتلاقي ان الطلب ده بيكون واجب. بص انا كنت ناوي اجل النقطه دي، بس طالما انت ابتديت فيها فيلا ندوس. انت دلوقتي انت قلت كذا نقطه مهمين. يعني انت قلت واحد، قلت ان المدير الشاطر هو اللي بيخلق تحتيه مديرين شطار. بالظبط. واحد، انت بتقول دلوقتي ان انت لما بتدي الناس المعلومه او بتوصلها لهم بسلاسه فده بيحسسك نوع من الانتماء. خلينا ناخد الموضوع من بابه. تمام. انت دلوقتي داخل مكان حلو، وانت اغلب تجاربك ان انت كنت بتبقى في وسط الناس ايجنت زيك زيهم. الكسره اللي ما بين ان انا من ايجنت ان انا بقيت تيم ليدر، فانت بتبدا تعود الناس على ده ازاي. يعني هو في الناس اصلا متعوده، احنا بنقعد مع بعض ناكل سوا، انت هتفضلوا تقعدوا مع بعض، هتفضلوا تاكلوا سوا، هتخرجوا انتوا بره اصحاب، بس انت طبيعه الشغل بينكم اختلفت. يعني بدل ما انت لو انتوا شغالين مع بعض وبتدي له نصيحه، يعني في حاجه في الشغل مثلا تدي له نصيحه، انت بقيت في موضع ان انت محتاج، مش يعني طبعا انت بتنصحه في الاول وفي الاخر دي نصيحه، بس هو مطالب يسمع النصيحه. لكن هو في الاول انت بتديها له بباب الاختيار، يعني لو عملتها هيكون افضل ليك، ما عملتهاش از يو لايك. لكن دلوقتي هو خلاص مش از يو لايك، لان ده مرتبط بارقامك ومرتبط بارقام التيم وانت في حد. فانت ده الكسره اللي ما بين دي ودي اللي هي العلاقه اللي بادئه. انا ما بقولش ان اعلى، بس هو في الشغل كنت قلت قبل كده في حلقه قبل كده في رئيس ومرؤوس، فانت بقيت رئيس. تمام. فانت بتوصل له ده ازاي؟ بوصل له ازاي؟ انت ممكن النقطه هنا انت قلتها بالظبط، لما بيكون يعني انت بتوصل له ان دي ارقام وده الشغل بتاعك. هي الفكره ان انت توصل المعلومه احنا بنعمل ايه كده، ايه البيربس من ورا اللي احنا بنعمله. ماشي. الشغل دايما فيه رئيس وفيه مرؤوس، بس في الاخر احنا كلنا بشر واحنا كلنا زمايل في مكان واحد. فانا علشان طبعا مفيش حد بيحب يمشي بالاوامر، بس انا دلوقتي همشيك يعني، او هقول لك على حاجه. ماشي. احنا دلوقتي مثلا عندنا تارجت عايزين ناتشيفه، طب احنا لما هناتشيف التارجت ده ايه اللي هيحصل؟ تمام. هيحصل ان ممكن يكون في بوتنشال ان احنا يبقى في ترقيات، يعني في مرتبات ممكن تزيد، ان ممكن يكون في بروموشنز، ان ممكن بعد كده يكون في مثلا حاجات يعني
فلوس زياده. تمام. طب لو ده ما حصلش فهيبقى في مشاكل، ان ممكن ناس ترقيات هتقف، في ناس ممكن فلوسها ما توصلهاش. تمام. والتاثير على يعني التاثير على الايجنت ذات نفسه، والتاثير على المانجر بتاعه، والتاثير على الشركه ككل اللي احنا بناكل منها عيش. فانت هتوصل المعلومه ممكن يكون في مقابل ليها، لكن اعمل ده او ما تعملش ده من غير ما انت توصل معلومه الناس هتعتبر ان الموضوع اوامر، وفي الاخر هي مفيش حد بيحب ان هو يمشي بالاوامر. تمام. فهي دي كل القصه. عندي سؤالين من نفس النقطه انت لسه بالظبط. بتتكلم فيها. واحد، بتعمل ايه في حاله ان الشغل اللي انت او المكان اللي انت شغال فيه هو مش مديك المساحه ان يبقى فيه دوافع؟ انت بتخلق دوافع ازاي؟ يعني مفيش ترقية، انت عارف ان مفيش ترقيات، تمام. وعارف ان المرتبات مش هتزيد. كل دي دوافع بتساعد الناس اللي هتشتغل لما بيحس ان هو يعني الكلام ده. مثلا على سبيل المثال ليا انا، المدير بتاعي نده لي او مش نده لي، يعني كنا بنتكلم ومش عارف ايه، فجي يكلمني في ارقام وكده. فبعدين رايح بقول له ابعت لي شغل، فبعت لي شغل عشان انا بتدلع وبتكلم بجد. قال لا انت بتدلعش، انت شغال كويس جدا ومش عارف ايه، وانا بكلمك عشان عاوزك تكون فاهم، عشان مش عارف كمان شويه مش عارف ايه جاي، وانا محتاج حد ليهم مش عارف ايه. قمت جاري وانا عايز اشتغل، انا عايز اشتغل حتى تخترق النجوم وتفنى العوالم. لو انت المكان اللي انت فيه مش مساعدك ان انت تخلق للناس دوافع، انت بتتعامل مع ده ازاي؟ عامة هو انت لو قاعد في مكان المكان ده انت مش هترقى فيه، فانت ما تشتغلش فيه. تمام. ماشي. فانا هكلمك بصراحه، انا ما ينفعش ان انا يكون حد بقعد بشتغل معاه كل يوم 24 ساعه، يعني بنبقى مع بعض على علاقه الشغل بتاعه، نيجي بعد كده نبص ان احنا المكان مش هنترقى فيه. طب وبعدين في ناس بالنسبه لهم الاستقرار مهم جدا، فده بالنسبه لهم من اكتر الحوافز ان يخليهم مكملين. ماشي. بس هو الانسان بطبعه ملول، وفي ناس بالذات في المجال بتاعنا احنا في الكونتاكت سنتر التيرن اوفر يعني رهيب. ليه؟ والله دي حقيقة. في عقود 3 شهور دلوقتي، يعني في ناس بتيجي تمضي عقد 3 شهور. بالظبط. وده كان بيحصل في شركات من يعني شركه من انا كنت شغال فيهم ان هو 3 شهور بيقول لك خلاص مع السلامه. فده شغل ممكن يكون مناسب للطلبه اكتر ان هم بيشتغلوا في فتره الاجازه، او اللي هو محتاج يعني هو اي حاجه تمشي الدنيا لحد ما يستقر في شركه. ده مطلوب وده مطلوب. بس انا دلوقتي ما ينفعش ان انا اقنع حد ان هو يقعد في مكان هو مش هيترقى فيه، سبيشالي لما يكون هو ناوي على حاجه في المجال ده. يعني انت في ناس بتخش الكونتاكت سنتر على امل ان هو مثلا هيعمل حاجه لحد ما يلاقي حاجه في الكارير بتاعه، سواء مثلا في المحاسبه، سواء في مثلا زي الدعايه والاعلان او اي حاجه زي كده. لكن لو هو ناوي ان هو يكمل انا ما ينفعش ان انا اقنعه. ولكن احنا دلوقتي بنلانش اكونت، او ان احنا يعني خلاص اوريدي الاكونت مستقر وفي ناس بتيجي وعايزه ان هي تتعامل. انت بتشوف ايه الحاجات الكويسه اللي موجوده في المكان. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اخلق دافع عند حد ان هو يشتغل ماشي. في شركه، والشركه ما فيهاش مثلا ترقيات ولا فيها زياده في المرتب، فانت بتبص برضه على حته الاستقرار. تمام. يعني انت خلاص انت قاعد في مكان مستقر وبتاخد مرتب ثابت، فده بيكون بالنسبه لناس معينه كويس. لكن لو حد بالنسبه له هو لا جاي مكان يترقى، فانت لو انت اقنعته ان انت خلاص هتقعد في المكان، او تقعد بقى ان انت تحط له بالونه في دماغه ان انت تقنعه بمميزات المكان، وهو المكان ما فيهوش المميزات اللي هو محتاجها اللي هو هيقدر ان هو يطور نفسه فيها، لا يبقى حرام طبعا ان هو يكمل فيها. بالظبط. لا والله معلش انا هقطعك هنا يا عمرو، يعني او انا لسه هكمل كلامي. هي الفكره في اماكن كتير بتحاول ان هي تعمل كده، ان هي بتعتمد ان في طلبه موجوده معاها، فبتبتدي ان هي يلا بقى ونعمل ونسوي مش عارف ايه والمكان، وفي الاخر الولد يكمل يبص يلاقي ان الموضوع ما فيهوش اي ميزه ليه فيحبط. فلا اما يسيب المجال كله تمام، لا اما يبقى قاعد فتره في البيت وهو يعني بيحاول يتعافى لحد ما يبتدي يرجع للمكان تاني. طيب نوعيات الموظفين اللي هو انا كل ده لسه في نقطه الدوافع، اللي هم عندهم لا مبالاه او مش لا مبالاه، ان هم فاهمين قوي معتقين في المجال، فاهمين ان اللي انت بتقوله ده مش جاي معانا. تمام. بتتعامل معاهم ازاي؟ ما انا عشان كده قلت لك بقى انا ما بخلقش والله انا ما بحاولش ان انا مش بحاول ان انا اخلق لك دوافع وهميه. تمام. الحد القديم الموجود معايا ده هو سلاح ذو حدين. تمام. لا اما حد هيساعدك جدا لو انت كسبته، هتقدر ان انت تستفيد من خبرته وتقدر ان انت تتعامل معاه على انه فعلا حد فاهم فبالتالي يفيد التيم. لا اما هيكون لا انت ما تتوصلش، انت ماشي تكسب في خلق الله مش للدرجه دي. انت ماشي هنا تقعد هنا تتكلم مع ده، تقعد هنا تتكلم مع ده. بس انا عايز اقول لك يعني احنا كان فعلا كان عندنا حالات ان كان في ناس معانا قديمه احنا طلعنا عليهم. تمام. يعني احنا الشركه كانت موجوده في البلد بالنسبه لبيجو كان مثلا بقى لها حوالي سنتين او اي حاجه، ولما ابتدت تتوسع احنا جينا في وقت كان مناسب، ده توفيق ربنا عز وجل، فاترقينا. ففي الوقت ده احنا كان معانا، انت عارف ان احنا كان معانا ليدرز قاعدين معانا على الفلور، ولكن زيهم هم ايجنتس.
فلما حاولنا ان احنا نستفيد من الناس دي خدت فرصه، والمفروض ان هو شغلهم بان، فبالتالي هم اترقوا كمان معانا. تمام. فتخيل انت بقى يعني اللي هو ايه، كمل شكر الناس دي بتكنه لك لمجرد ان انت بس حاولت ان انت تظهر شغلهم، فبالتالي هم طلعوا زيك. فدايما حتى لو احنا متساويين دايما هيبقى شايفك ان انت عملت معاه الواجب، وهو ده المفروض. طب انت ما بتخافش الناس تتنطط عليك؟ هو ما فيش حد بياخد رزق حد. تمام. إيه، انت ممكن تعلى، ممكن شغلك يبقى احسن. يعني انا ممكن اديك الفرصه وانت شغلك يبقى احسن مني فتعلى، فده علشان انت حد كويس وعندك خبره. تمام. تتنطط عليا ما تنططش عليا، دي قصتك بقى، دي دوافع نفسيه عندك، ودي بتبقى ايشوز عند شخص. لو موجوده فعلا هو يبقى حد وحش قوي. بس انا هعمل لك ايه؟ انا بعمل اللي عليا قدام ربنا عز وجل، لان في الاخر برضو انت مش شغال لوحدك في المكان، انت مع الشخص ده. في ناس هي بتشوفك ان انت بتحاول ان انت تدي للناس فرصتها، فبالتالي بيبقى شايل لك دون. لو راح مكان تاني، وهو المجال بتاعنا على فكره كله اوضه وصاله، فلو راح مكان تاني عارف ان انت حد كويس، فاما هو هيروح المكان تاني ده مدير فهياخدك معاه لانه شايل ذكرى حلوه ليك، لا اما هيبقى مثلا ايجنت فيبتدي ان هو يبروموتك لحد من الليدرز الموجودين او المانجرز. طب انت دلوقتي الكلام ده بتقوله بعد سنين وبعد تجارب، انت وانت بتعمله في البدايات، انت كنت بتبقى واعي ان كل ده ممكن يحصل؟ لا خالص طبعا خالص، وعكينا الدنيا فتره كبيره، كان الموضوع مش سهل. بس هي الفكره ان انا يمكن انا لما دخلت يعني هو هتلاقيني شويه بتكلم عن مجال الكونتاكت سنتر لان ده مجالي دلوقتي. ان انا لما ابتديت في الكونتاكت سنتر قعدت فتره حوالي 5 شهور 6 شهور، وعلى طول دخلت في الكورس بتاع الليدرشيب سكيلز مع دكتور شفيق. تمام. فهو الفكره ان الراجل كان فرق في شخصيه ناس كتير قوي، هو فعلا فرق في شخصيتي. ازاي ان انت تبقى مدير، ازاي ان انت تحاول ان انت حتى مش موضوع بقى انفستمنت في الناس اللي تحتيك، الكلام ده كبير قوي احنا ما نقدرش نعمله كمان بالظبط. والله. ولكن هو الفكره ازاي ان انت تتعامل مع الناس. حتى احنا في مجال شغل، احنا مثلا في فلور او اي حاجه، حتى لو انت دول زمايلك انت بتتعامل معاهم بطريقه، لو انت مانجر عليهم او لو انت ليدر انت بتتعامل معاهم بطريقه معينه، عشان في الاخر غير ان في ارقام ففي حاجه اسمها انسانيات، في حاجه اسمها معاملات. المعاملات دي اللي انت هتتحاسب عليها قدام ربنا عز وجل. فلو انت مانجر كويس هتطلع ارقام، لا بس في الاخر برضه هو اللي باقي لك. انت مش يوم القيامه ربنا مش هيوقفك يقول لك ايه انت اتشفت التارجت، انت جبت 90% كواليتي فبالتالي انا هدخلك الجنه. تمام. او انت لا انت جبت 85% فاحنا هنخليك كده، او 100% تخش الفردوس الاعلى. دي حاجه مش هي مش دي. تمام. هي طبعا هو الموضوع، لا هي كلمه طيبه الناس هتوصلها، فهيبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما حد من الصحابه كانت الناس كان مات والناس بتتكلم عليه بشكل كويس فقال لك قد وجبت، ان الكلمه دي وجبت عليه، فممكن يكون دي نصيب في الجنه. تمام. انا عايز اكمل برضو في موضوع الاداره. انت بتقول ان انت خدت كورس ليدرشيب، تمام، بس هو ده قبل الجيش ولا بعد؟ لا ده بعد الجيش. بعد الجيش. بس انت اصلا من الاول انت بالفطره شخص قيادي بالفطره. انت عندك انكار ذات رهيب، انا مش عارف انت ليه بتعمل كده يا عم. ما تقول انا شاطر يعني. هو مش غرور. انا بحب انا دايما كنت في نقاش مع صديقي دايما ان انت شاطر، قول انا شاطر، عشان ما يجيش واحد بيعرف يقول بس بيعرف يقول وياخد مكانه. بص انا رايي مش تقول انا شاطر، بين ان انت شاطر، باين. خلي شغلك يبين. ما هو انت اوقات الفعل بس ما بيجيبش. لازم حبه ماركات يعني. لازم حبه ماركات يعني. على سبيل انت بتتابع الكوره الى حد ما حد ايه رايك في انيستا؟ انيستا طبعا رهيب خطير وكلنا عارفين انه كان يستحق بالون دور. صار ما يعرفش يتكلم، هو بينزل يلعب بس. فاهم؟ فينا ميسي برضه ما يعرفش يتكلم، بس ميسي في ناس كتير قوي بتتكلم عنه بالظبط، وفي ناس عايزاه يبقى جامد. فاهم؟ رونالدو بقى بيتكلم عن نفسه جدا، فهو خد 5 عشان بيتكلم. هو بيتكلم كتير قوي، بيشتغل بيشتغل، بس هو بيعرف يتكلم عن نفسه. هو يطلع انا احسن لاعب اخر 20 سنه، اظن انا افضل لاعب في التاريخ. هو بيطلع يقول انا مش بقول ان ده بيخليه كده، بس ده بيخلق له جمهور، بيخلق له ناس تتكلم عنه. هطلع اتكلم مره، في ناس هتتكلم عني بعد كده. بس هو برضو الاميز بقى، المميزين جدا بقى اللي هم بيشتغلوا بس وربنا بيخلق لهم ناس يتكلموا عنه، هم زي كده. ربنا. ف دلوقتي احنا يعني خليني ادخل معاك. انت دلوقتي الفصله ما بين ان انت بتواجه ازاي فكره اللي هو انا كل مره بخش شركه ببدا ايجنت، بعد ما كنت متعود ان انا بتعامل مع الكلاينت بشكل مباشر، انا اللي بدير الدنيا ماشيه ازاي. هرجع هبدا اتلقى تاني وانزل بقى من حته مليانه، انزل اتواضع تاني بقى كده واتقبل بقى ان في حد هو اللي بيوجهني. بتعامل مع ده ازاي، خصوصا ان انت فاهم ايه الصح وايه الغلط؟ يعني انت عارف لما هو هيقول لك كده ده صح، لما هيقول لك ده غلط، بتتقبل ده ازاي؟ الفكره في حاجه ان احنا ده للاسف ده وضع البلد دلوقتي.
احنا في مشاريع كتير يعني، حتى بقى ابتدى الموضوع يأثر على الناس كمان المستقره في السوق وبتعمل شغل كبير. الشركه بتقفل، فانت لازم تبتدي من الصفر، ليه ما تقعدش في البيت تعيط. تمام. واحنا طبعا احنا عندنا مسؤوليات وعندنا بيوت، فانت لازم ان انت بتشتغل. فلو انت مش قادر تتاقلم مع فكره ان انت في يوم من الايام لازم تبتدي تاني من الصفر، يبقى مش هتعرف تعيش. تمام. فدي نقطه خلاص الواحد متعود عليها. طبعا بيبقى في اول مره انت بتحس ان الفكره لا ده ايه ده، انا هسيب الشغل بتاعك بتتاثر، بس خلاص بقى يعني الوضع ده مستمر. وطبعا ما شفت يعني واحد الحمد لله رب العالمين مفيش مره انت سبت الشغل الا لما ربنا كرمك بشغل تاني وممكن يكون احسن. ليه؟ لان هو ده رزق مضمون من عند ربنا عز وجل. ففكره ان انا ابتدي من الصفر خلاص انا متاقلم عليها، بس الفكره ان انت من يعني ما ينفعش ان انت في خلال الفتره دي كلها ان انت اشتغلت فيها ان انت على الاقل ما تكتسبش حاجه تنفعك في الشغل اللي جاي. ان انت عارف ان انت بتخش بيبقى عندك خلطه شويه بتطبقها علشان تبتدي ان انت تترقى بسرعه. والترقيه وعدم الترقيه او ان انت ما تطلع او ما تطلعش دي بتاعت ربنا عز وجل. فانت بتروح بتحاول ان انت تشتغل تبذل مجهود على قد مش على قد المكان، بتحاول كمان ان انت تضغط على نفسك شويه. ده لو انت ناوي ان انت تعمل حاجه في المكان، بتلاقي الموضوع جاب معاك خير وبركه. ما جابش خلاص تمام. طيب ده بالنسبه للفكره بشكل عام. بالظبط. موضوع بقى ان انت بتروح لحد او مثلا انت دلوقتي راجل فاهم، رحت وانت شغال تحت ايد مدير انت شايفه بطيخ، تمام، تعمل ايه؟ والله انا حته ان انا اشتغل مع مدير مش مناسب ده بالنسبه لي لان والله هو فعلا 50% من الشغل تمام هو المدير. تمام. الحمد لله ربنا كرمني بمديرين كتير كانوا شغالين كويسين، بدايه طبعا من موضوع الدعوه والاعلام مع يسر ياسر، وبعد كده لما اشتغلت في يمكن ماجوريلي ما طولتش فيها لان المدير برضه في نفس الوقت كان صاحبي، كان تيم ليدر. انت عارف الموضوع ما بقاش مانجر بالحجم الكبير يعني. انت هو مديري طبعا كان الله يمسيه الخير كان محمد. تمام. وبعد كده محمد مرسي الله يمسيه الخير. بعد كده لما رحت جوميا كانت فتره قليله. بعد كده لما رحت ديجو كان رائف، انت عارفه ورائف على قد سنه كان صغير بس كان ما شاء الله كان راجل تالنتد وكان عنده كواليفيكيشنز رهيب. بعد كده لما ابتديت ان انا اتنقل ورحت شركه ثانيه اوت سورس اللي هي بقى اللي انا يعتبر منها اتنقلت على موضوع ديدي بشكل كبير. قلنا اسمي الله خلاص فاهمني. محدش خبان ما انت شباب. كان عندي فعلا كان في ويب هيلب كان حرفيا انا ما شفتش كده يعني. كان عندي حد اسمه احمد عبد الرؤوف ده في الصين دلوقتي ربنا يوفقه يا رب. كان حد كواليفيكيشنز كده رهيبه يعني. ده بالنسبه لي هو الرول موديل ان انت راجل تكون كواليفايد قوي وتكون انت عندك حاجات كتير ويكون عندك اكتر من لغه ويكون عندك سكيلز واشتغلت في شركات كبيره ومع ذلك ابتديت من الصفر وترقيت. تمام. ده بالنسبه لي كان رول موديل. والحمد لله ان انا لما بصيت له كنت عشان هو شخص كويس فانا حبيت ان انا اكون زيه، ابتديت ان انا امشي على الخطه بتاعته. فابتدى الحمد لله رب العالمين ان انت ربنا بيكرمك ببعض الناس قدامك بتتعلم منهم حاجه بتيجي بتطبق، فبالتالي بيكون في مردود على الناس اللي شغالين معاك. جامد. ما قلتليش برضه لو بتعامل مع مدير تعبان هتعمل ايه؟ انت تعمل انت ذكرت ان هم كلهم جامدين بص لو مش حابين يعني هسيبه مش هقدر اكمل معاه. ماشي. طيب انا في نقطه اعرفها ان حسب ان يعني انا شفتك وتعاملت معاك انت شخص صدامي مش بالشكل السيء بس اللي هو ايه الحق حق ان يتبع. وان انت لو شايف حاجه غلط هتقول له غلط ما تعملش كده او هتقول يعني مش هتقول لحد مش هتكلم حد بشكل سيء مش لدرجه ان انت الاعور هتقول له انت عور في عينه بس انت لا ده غلط لا ده انا هقف واخد. يعني انا فاكر موقف كان في فتره انا احكي انت ممكن مش فاكره. انا فاكر الموقف ده معلم معايا. احنا كان في فتره كانت خلاص بيجو بتقفل وكان بينقلوا الاجهزه وكده وكان بدات تظهر عمليات سرقه ان في ناس بتاخد ماوسات كيبوردات وصلت لبيسيهات ومش عارف ايه. فبداوا يقولوا لنا بنتفتش واحنا طالعين وبياخدوا بطايق وقصه كده عشان ايه ده كان حوار معانا كبير. فانا جيت لقيت حسن في مره لقيت عمال يزعق ويهلل ومفيش حد هيتفتش ومحدش ليه دعوه بالتيم بتاعي والناس دي محترمه والناس دي انا كنت قاعد مستغرب. طب انت جاي انت عليك من ده بايه وجع القلب ده؟ ما دي سياسات شركه والناس متقبله وعادي يعني. انت يعني انا مش فاكر ما اعرفش حد اشتكى لك ولا لا بس مثلا عن التيم بتاعنا احنا كنا بنقول هي كلها كام يوم واحنا ماشيين وطالما احنا ما بنعملش حاجه غلط فخلاص عادي يا عم شوف شغلك ومفيش مشكله. انت كنت شايف ان دي كبيره قوي ان حد من التيم بتاعك حد يكلمه او حد يوقفه وعملت ساعتها مشكله. وانا شايف كان في ساعتها انت رفعت ستوري انا فاكر قلت ان
لما ربنا يحطك في مكان مسؤوليه لازم تكون قده، ولازم تاخد اي خطوه او تاخد كل خطوه ممكنه عشان تحمي الناس اللي معاك. فانا يعني انا دي من الحاجات اللي معلمه معايا. بس انت بقى يعني انت المايند سيت بتاعتك ايه بقى في الحاجات اللي زي دي؟ انت ما بتخافش يعني؟ انا بحسك انت بياعها خالص. لا بخش مش موضوع ما اخافش، هي الفكره لو الموضوع ده هيأثر عليك انت لوحدك عادي، ايه المشكله؟ يعني انا دلوقتي مسؤول عن مجموعه، تمام، والمجموعه دي المفروض ان هي خلاص الشركه بتصفي وهي نفسيتها مش احسن حاجه وكده، وما ينفعش ان انت تعالج خطأك تمام باجراءات الاخرين ما لهمش ذنب فيها. يعني هي الفكره ان الفتره دي كانت الشركه كلها في حاله مش هنقول تريح، بس هي الفكره في حاله لا مبالاه، والناس المفروض اللي هي مسؤوله عن حاجه زي كده كانت مريحه في البيت. طيب لو الناس دي كانت موجوده هل ده كان هيحصل؟ ما كانش هيحصل. لو كان فيه اهتمام والناس دي قاعده مشرفين على الناس الموجودين في الامن، او لان المكان كله كان تحت ايدينا. فهل انت حصل اجراء فاي حد يقول لك اي حاجه تبتدي ان انت تطبقها فتاثر على نفسيه الناس اللي هي اصلا بتخسر دلوقتي اكل عيشها؟ يعني احنا كان الناس اللي كانوا بيدونا الدايركشن دوت هو ما كانش فارق معاهم، هم كانوا في بيوتهم ومرتباتهم ماشيه والدنيا تمام مفيش اي مشكله. والناس اللي هي بتخسر اكل عيشها دلوقتي هم اللي قاعدين وشغالين في المكتب. تيجي انت بعد كده بقى تقول لا ان احنا هنفتش الناس كده، في حين ان الناس دي انا عارفهم واحد واحد وعارف ان هم ما يعملوش حاجه زي كده، وكان الموضوع معروف هو مين اللي عمل كده. ان انت تاثر بقى على الناس برد فعل زي ده ما كانش ينفع طبعا. فكان بالتالي الواحد كان لازم ياخد رد فعل، مش صداميه بس، هو كان لازم ياخد رد فعل. انا بيعجبني يعني الناس دي ملفتة بالنسبه للناس اللي عندها قلب، اللي هو انا هقف واتكلم بس. طيب انت دلوقتي خلينا نكمل الرحله، يعني الموقف ده كان بالنسبه لي مهم. انت دلوقتي خلاص دخلت وبدات تتعامل مع ناس وابتديت تبدا تخلق علاقه بينك وبين الناس ازاي. السؤال ده انا سالته قبل كده في حلقه قبل كده، ومهم ان انا اسال كذا حد فيه. يعني اي حد هيبقى في منصب اداره حاجه اساله السؤال ده: انت بتخلق ازاي البالانس بين ان الشخص يحبك في نفس الوقت يحترمك؟ بلاش نقول يخاف، تمام. لا هو موضوع الخوف ما ينفعش خوف، يعني ما ينفعش نبقى في مجال شغل ويبقى في بيننا وبين بعض خوف. تمام، كون ان انا مخوفك تمام، طب انت دلوقتي لو السبب اللي انا مخوفك بيه ده انعدم انت هتنقلب عليا، انت هتاكلني. فهي دي كل النقطه. فهو ممكن نسميها حب او احترام. احنا دلوقتي المفروض ان احنا في مكان فما بيننا مصلحه، تمام، فلما المصلحه دي تتقدم وما يكونش في وراها مقابل، يعني كان الله يمسيه بالخير دكتور شريف عيد بيقول لك في مقابل كل حركه جدعنه تستلمها من الحد اللي معاك، السبوردنت اللي معاك او الايجنت اللي معاك، لازم تكون مقدم له قدامها 10. تمام، فانت مدرك بقى هو هيجي النهارده يقول لك معلش انا عايز انيوال، فتقول له امان، تمام، مع انه هو ده يعني ده حق، بس انت امان ليه؟ لان احنا ممكن شويه احنا عندنا ضغط شغل او كده، بس انت بتدي له حاجه زي كده، تدي له حقه، في حين ان هو حقه ده ممكن ياخده كمان شويه، بس انت بتديه له دلوقتي فهو بيشيلها لك. عنده امرجنسي فبتديها له، عنده ظرف مثلا تديه له. طب هو دلوقتي طالب مثلا ان هو ساعدني في الحته الفلانيه، ممكن تكون انت تقدر تساعده فيها فتساعده. تيجي بعد كده والله حتى مش هيبقى 10، انت بتيجي مثلا في ال5 تقول له معلش انا عايزك معايا في الشغل دلوقتي، بيديك عينه واكتر. ليه؟ لان انت اوريدي انت وقفت معاه. ده اللي بيبني العلاقه ما بينك وما بين الحد اللي معاك. تمام، بلس ان انت مش يعني انت في شغل، فبالتالي حته ان انت يبقى في فرق بينك كبير قوي ما بينك وما بين الحد اللي معاك اللي شغال معاك، دي مش شرط، احنا مش في جيش. فانت بتحاول ان انت على قد ما تقدر بتقلل الفوارق لكن ما بتعدمهاش، لان في الاخر انت الراجل ده انت لازم هتلزمه ان هو يطلع ارقام في وقت معين. فلو الفوارق داب قوي هتلاقي الناس المحترمه هي اللي بتتعامل معاك، لكن الناس اللي ممكن يكون عندها مشاكل شويه هتلاقيها خلاص الدنيا اختلت، فبالتالي مش تقدر تلم الدنيا. معلش النقطه دي تاني، معلش. اتفضل. لا قولها لي تاني. يعني دلوقتي انت بتقول الناس اللي هي عندها مشكله من ناحيه ايه؟ نفسيا يعني هي مش سويه، ولا عندها مشكله ان هي مثلا عندها ميول تمرديه مش عارف ايه، هي عايزه تعمل مشاكل، مش عايزه تشتغل ايا كان. بص هي نوعيه من الناس كده ما بتعرفش ان هي تفرق، يعني احنا في وقت الجد او في وقت الشغل، يعني انت في ناس احنا زمايل واصحاب وبنهزر ونضحك وبنعمل كل اللي احنا عايزينه مع بعض، بس وقت الشغل في شغل. انا طالب منك ريبورت في الوقت المعين انت لازم تديهولي فبيديهولك، فانت بتقدر ان انت تلحق نفسك تخش بيه ميتنج او اي حاجه. لكن في ناس احنا اصحاب تمام، طب الارقام بتقع، لا ما هو حسن صاحبي ما عنديش مشكله، الارقام تقع طب وبعدين تيجي انت تاخد رد فعل فيزعل. طب ما هو خلاص بقى، ما احنا لازم ناخد رد فعل، ده اكل عيشنا، لما كان اكل عيشنا لو قفل هيأثر علينا كلنا. ففي ناس بتميز في ناس ما بتميزش، فبالتالي لازم دايما يكون في مساحه تقدر ان انت تلحق نفسك فيها، لازم تقدر تتحكم في الناس كلها اللي معاك
اللي بيتعامل بطبيعته الكويسه هتقدر تتعامل معاه بشكل كويس، وده اللي انت هتقدر تعتمد عليه بعد كده في الترقيات او كده. واللي هو عنده مشكله ان هو ما بيعرفش يفصل او عنده زي ما انت بتقول مشاكل شويه مش بيقدر يتحكم فيها، ده وقت الجد هتعرف تجيبه، تقدر ان انت تتحكم فيه. طب انت بس انت بتتكلم الموضوع بسهوله مفرطه، انا مش يا جدعان الموضوع ده صعب. ما هو الكلام دايما سهل، ما احنا بنتكلم، لكن الموضوع انت شفتش المشاكل. طب انت دلوقتي بتخش مثلا تيم فيه مثلا حوالي 50 بني ادم، تمام. كل واحد ليه طبيعه وليه اسلوب وليه تفكير وليه طبيعته الخاصه. بالظبط. يعني انت بتتعامل مع كل واحد ازاي؟ يعني بتهندل ازاي؟ طبعا مفيش حد هيجمع عليك، بس على الاقل انت هتخلي ال 40 45 حواليك ازاي، وال 15 هنقول يعني هم مش انت مش جاي معاهم، هيبقى اللي بينكم شغل في الاول في الاخر، اللي بينك وبينه شغل ماشي. مش جاي معاك. دي حقيقه. ال 40 45 بقى وده رقم كبير جدا بالظبط. بالمناسبه، ان يبقى من 50 في 40 45 ملتفين حواليك، بتعمل ده ازاي؟ بص، هو طبعا طبيعه التيم اللي هو 50 45 ده مش ده الطبيعي. ده الطبيعي ان في المجال بتاعنا في الكونتاكت سنتر ان كل واحد بيكون مثلا معاه 10 15 او على حسب طبيعه الشغل. ماشي. في بيجو طبعا كان الموضوع سهل جدا، فكنا حوالي 46 واحد، وما كنتش طبعا لوحدي في التيم، كان معايا انت عارف جابر طبعا كان معايا، فكنا بنقسم الشغل على بعض سواء عسل، الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بس فكان طبعا بنقسم الشغل مع بعضينا، وكان في جزء مثلا بتاع النولج في حد بيعمله ترانسفير، وفي حد تاني مثلا مسؤول عن الريبورتنج، وفي الاخر بنجمع الدنيا مع بعض. بس حته ان انت تتحكم في 45 واحد او يبقى عندك اداره ل 45 واحد، هي الفكره ما بيجيش كده. هم طبعا ما كانوش مره واحده موجودين. احنا كنا الاول حوالي 20 واحد، بعد كده ابتدى الموضوع 5 في 10، فابتدى العدد يوصل للحجم ده. وطبعا لما كنا الاول يعني كمان المجموعه بتاعت اللايف اللي انت كنت موجود فيها، مجموعه احنا كنا 70 واحد. تمام. طبيعه الارقام كانت تسمح ان احنا نعمل كده، ان احنا نتحكم في عدد كبير. ولكن طبعا لما الموضوع ابتدى ان يحصل فيه، اكيد كان هيحصل دروب، اللي انت مش تقدر تتابع المجموعه دي كلها. فكنا حوالي 50 او كنا حوالي 46، وكنا عندكم العدد بتاعكم كان 30 تقريبا. طبعا كان معاكم مصطفى عزيز، وكان قبلها ابراهيم فايق. ما اعرفوش. ايه؟ ما اعرفوش. ما تعرفش خالص. ربنا يمسيه بالخير. مصطفى من الناس فعلا، يعني مصطفى على قد سنه الصغير كان عنده حته الليدر. يا عم مش عايز اتكلم عنه، انا زعلان زعلان منه جدا حبيبي مصطفى عزيز. انا دايما بمشي اقول ان مصطفى عزيز انا اتعاملت مع 3، يعني اتعاملت معاهم بشكل مباشر. احنا كنا زمان بس ما اتعاملناش بشكل مباشر. فهو انا كنت بقول ان محمد امام صاحبي، ومصطفى عزيز، وعمي اسلام، وحاليا استاذ عبد المنعم في شركه اتلال. حرفيا دول الاربعه اللي انا اقدر اقول عليهم قاده. بتعامل مع قاده بجد، بتعامل منهم، ببص عليهم كده اتعلم منهم. فمصطفى عزيز ده انا بحبه جدا جدا جدا، بس هو انا زعلان منه دلوقتي فمش هكمل كده. ماشي. هنقعد بس قاعده كده مع بعض. تمام. فهي الفكره ان العدد كان فعلا كبير. تمام. ولكن كنا قادرين ان احنا نتحكم فيه ازاي، او بنقدر ان احنا ندور العدد ده كله ازاي. زي ما قلت لك ان انت لو حد، يعني معظم الناس يعني احنا بنعينهم ناس اسوياء، فلو انت بتعمل له خير هو هيرد لك الخير ده. وفي منهم لا، ده هم اصلا ده هم طبعهم ده هم كانوا افضل بكتير. احنا كان مجموعه زي محمد عبد العال ومحمد محمود ومدحت، دول يعني كان عدد. في طبعا كان بقى اللي هم الناس الاشقياء اللي موجودين معانا، طبعا مش عايزين بدون ذكر اسماء، موجودين في اماكنهم دلوقتي، بس طبعا كانوا كلهم بيشتغلوا بشكل كويس. زي ما انت قلت بس المشكله في العدد اللي هو القليل جدا، اللي هو شويه بيبقى اوت لايرز. تمام. دول بيبقى بره الموضوع شويه. ده ليه مشاكل، هم عندهم شخصيه، او ليه ان هم فعلا ما عندهمش المايند سيت بتاع الشغل، او لان هم طبعا احنا بنشوف في المجال ده كتير قوي، تلاقي ناس مثلا عندها ايشوز لمجرد ان في مثلا في مخدرات او اي حاجه، وطبعا ده بيكون موجود، ولازم انت يكون عندك القدره ان انت تتعامل معاه. ولكن شغلهم بيدوب في عدد الشغل الكبير. فلو انا الاغلبيه عندي بتشتغل، فالناس اللي هي عندها ويكنس بيستخبوا، بتقدر او تحافظ عليهم لو هم كويسين. تمام. او اللي هم عندهم بوتنشال ان هم يكونوا كويسين. طيب دلوقتي عندي نقطتين. النقطه الاولانيه، انت الناس اللي عندها اللي هي ايه، اللي هم ابطا القطيع. تمام. انت خلينا نتعامل في العادي، اللي هي الناس اللي عاوزه. انت بتحاول تشتغل على نقطه ان هم يطوروا ازاي، او ان هم ارقامهم تعلى. يعني اسلوبك في القصه دي ازاي؟ يعني انت هل انت بتدي له حلول، ولا انت بتحاول تفهم بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ بص، قبل ما اطلع وانا بشرب القهوه تحت العماره هنا، تمام، والله لقيت بوست عاجبني قوي، قال لك عمرك ما هتكون معلم الا لو كنت صبي. ماشي. حلوه دي. بالظبط. فانت لو انت فاهم شغلك بشكل كويس، هتقدر ان انت تعلمه للناس اللي شغالين معاك. لكن انا دلوقتي لو مش فاهم شغلي اعلمه ازاي؟ فاول حاجه لازم اكون انا فاهم في شغلي كويس. ماشي. ثاني حاجه لازم اعرف ان الراجل ده هو عنده مشكله
الشغل ذات نفسه مشكله بيرفورمانس، ولا هو عنده ايشيو، عنده مشكله ان هو مش عايز يعمل كده. تمام. ساعتها انت بقى بتبص، لا هي فعلا طبعا بتشوف انت مع الراجل بتتابع شغله وبتتكلم معاه اكتر من مره. تمام. تاني يعني برضو من كلام دكتور شريف هيدي يقول لك وي دونت فاير فور بيرفورمانس، وي فاير فور بيهيفير. تمام. او الاتيتيود، لو انت عندك مشكله اتيتيود انا ما اقدرش ان انا اتعامل معاك. تارجت تقوم في الدور تعمل مشاكل، تتخانق مع زميلك، تضربه، دي مصيبه. تمام. لكن لو انت عندك مشكله في البرفورمانس نشتغل عليها مره واثنين وثلاثه ونحط اكشن بلان ونشتغل، وممكن اكشن بلان يعني تعمل معاك فرق طفيف ان انت بتبقى بس تحس ان في تطور، ان انت بتتطور نشتغل مع بعض. تمام. لكن عندك مشكله او مشكله اراده زي ما بيقولوا، لا دي ما نقدرش ان احنا نتعامل معاها تماما. فخلاص بقى من بدري انت ايه، تقول له سلام عليكم. بالظبط. جامد. طيب الناس اللي هي البلطجيه طبعا، اللي هو انا مش بلطجيه بيضربوا او كده، هم جايين يبلطجوا في الشغل، مش هنشتغل يعني. ما تصدعش الناس، هو احنا بنشتغل كده ومشينا كده وبنعمل كده. تمام. يعني دول بقى بتكسرهم ازاي؟ لازم دول يتكسروا صح؟ لا ما بنكسرش. احنا لا بنشتغل مع بعض لا بنشتغلش. فاهمني؟ بالظبط. طبعا يعني لا اما نشتغل مع بعض، وانت كمان انت مش شغال، انت مش قصدي انا مش مدير شركه. فاهمني؟ انا شغال في شركه المفروض ان هي فيها اتش ار ديبارتمنت وفيها ناس شغالين في الكواليتي، فهم ده بيقول لك الراجل ده عنده مشكله في الكواليتي فهو يروح يتخانق معاهم فيجي لك. فاهمني؟ الموضوع ان انت توقف تعمل مع حد او ان انت ترفض حد ده وراه اجراءات كتير قوي. تمام. فلو انت حد عندك مشكله ان انت في الاداء بتاعك، تمام، ان انت مثلا راجل صوتك عالي او مثلا ما بتطيقش حد يتكلم معاك ومش عارف ايه، فانت بتقعد بتتكلم معاه في البدايه. انت ايه الكلام اللي عندك، وانت المفروض ان انت ما طلعتش مانجر الا لو انت المفروض عندك خبره في التعامل مع الناس دي. تمام. في ناس انت ما ينفعش تتعامل معاها، بتحصل يعني، مش اللي هو ايه الدنيا مش دايما ماشيه وردي، لا ده هو عنده مشكله. فاهمني؟ ده حد فعلا والله العظيم الاتش ار ساعات بيعين ناس انت ما تعرفش ايه الناس دي دخلت ازاي. تمام. مش لمجرد يعني هم اكيد عرف يجاوب على سؤال هو هيبقى فين كمان 5 سنين بالظبط. تمام. او اللي هو مثلا مش عايزين نتكلم عن حد فاهمني، بس فعلا احنا شفنا من الحاجات دي كتير، ودي ناس ما هي غصب عنها هي ما بتكملش، مش انت عايز تاذيه، لا هو اللي بيأذي نفسه فبالتالي ما بيكملش. تمام. وياما اتعاملنا مع ناس هي شخصياتهم شويه حاده او ان هم مش واخدين على الشغل بتاعهم، بس هم ده مجالهم دي اول مره. بالظبط. فبتلاقيه بالعكس، بتلاقي الحد ده ممكن تلاقيه شويه عنيف او شويه حاجه، بس في نفس الوقت ده حرج، ده اكتر واحد بيسد معاك وقت الزنقه، اللي هو الحق يا فلان تعالى ده الشغل بيقف، تلاقيه لان هو طبعا ان هو جدع بس هو حاجه. فانت لو خلينا نقول عنه هو مش بيعرف يتفاعل مع الناس، بس انت حطه قدام بي سي وقعده في كورنر هو بالظبط. وبعد كده حته ان هو تخليه انجيج بقى مع الناس دي بتاخد منك وقت، وده اللي بيبين بقى الشغل بتاعك كمانجر او ليدر. طيب عندي كذا نقطه عايز اتكلم فيهم، يعني دول بقى نقط اثار الجدل يعني، فاستحملنا بقى ايه ده الشغل مع البنات. انت يعني بتشوفه ازاي بشكل عام؟ دي حاجه، ويعني ناخد دي وبعدين نشوف اللي بعدين. طيب بالظبط. طيب البنات في العموم لا اما بيكونوا حد في ظهرك قوي شغال معاك كويس، لا اما بيبقى الموضوع كارثي. تمام. مفيش في النص. هو كده ليه؟ لان هي في يعني بص، مش طبع كل البنات ان هي بتنزل بتشتغل. تمام. لان المعروف ان احنا حته السعي او الموضوع والدوافع اللي بتخلي الراجل يشتغل هي دوافع اقوى كتير. تمام. لا بس احنا دلوقتي في مساواه وفي حريه مرأة وفي والله هي الفكره ان هم لو تخلوا عن موضوع المساواه ده هيلاقي نفسهم مستريحين كتير قوي. يعني هي الفكره احنا مجبرين ان احنا نصرف، مجبرين ان احنا نفتح بيوت بتاع، بس طبعا عشان والله يعني انا لاحظت الموضوع. انت عايز تصرف وتذلها فيها حسن بقول لك انت والله انت بتتكلم بنفس الطريقه بتاعتهم. فاهمني؟ هي لا والله هي الفكره ان الستات فعلا دلوقتي عندنا في مصر هم شايلين حمل هم مش قده، ومع ذلك شايلين ومستحملين، واحنا كمان كرجاله مش قادرين ان احنا نتاقلم مع الموضوع ده. الراجل عايز حاجتين، عايز ان هو يبقى راجل قوي وفي نفس الوقت مراته تصرف، وفي نفس الوقت يقول لها اعملي كذا واعملي كذا فهي تنفذ، في حين ان هي بتعمل شغله وشغلها وهو مش بيقسم في شغلها. فانت شايف ان من ضمن اسباب الخلل، او يعني من ضمن اسباب الخلل في موضوع ان الستات عاوزين ننزل ونحقق ذاتنا والكلام اللطيف الحموسي ده، ان الرجاله مقصر في تقصير الى حد ما. اختلاف الادوار ده عامل لنا مشكله في البلد، ولكن خلينا بس نرجع لمرجوعنا موضوع ان الستات في الشغل عاملين ازاي. لان الستات في الشغل الى حد ما ممكن تبقى كويسه وداعمه، وممكن كل شويه تلاقيها
مشكله. هي الستات برضو العقليه بتاعتهم عكس العقليه، اللي هي متضايقه، قايمه من النوم متضايقه، مش هتنزل الشغل. طب انت نزلتها من الشغل، هتقعد في الشغل تعيط لك. تمام، فين فلانه يا جدعان؟ دي في الحمام بتعيط. ده بيحصل. تمام، لا انت أكيد عارف انا حاجة زي كده. مصدقك مصدقك. طب هي في الحمام بتعيط، بس احنا عندنا في تيكت عايزه تتحمل. يعني ممكن تكون سابت اونلاين دخلت الحمام تعيط، فاهمني؟ فده منطقي بالنسبه لها، بس مش منطقي للشغل، لان انت في الاخر ملزمين بارقام. تخيل مثلا هي حد زعلها في المكالمه، لو هي كول سنتر مثلا ولا حاجه، فهي متحطه ميوت مش منطقي. طب انت بقى بتوزن ازاي ما بين ان انت كانسان فاهم ان اللي هي بتعمله ده مبرر، بس كشغل مش مبرر؟ مفيش حاجه اسمها كده. ان انت على قد ما تقدر تحاول تفهم الشغل، وهي الستات طبعا مش اي يعني، انت صعب ان انت تفهمهم، انت بتحاول تفهم الجزء اللي انت تقدر تفهمه، بتحاول تفهم الموقف اللي انت تقدر يا دوب تفهم الموقف بالظبط. تمام. فانت بتشوف مثلا طب انت ايه اللي مضايقك؟ تمام، انا مضايقاني في ستات بتتكلم، وفي واحده بتقول لك مفيش دي بتعملها مفيش في الشغل يا جدعان، مفيش في الشغل. دي خطيبتك، مراتك، اختك، امك، فاهمني؟ اي انا فاهم، بس مش في الشغل يعني. خطيبتي وامي ومراتي والناس دي كلها دول بيقولوا مفيش، وفاهمين بيقولوا مفيش. طب مفيش، سايبه شغلك ليه؟ انا في البيت ليه؟ اصل انا مش هينفع اخش المانجر تاني يوم اقول له اصل اقول له يعني، بقول لها مالك قالت لي مفيش. لا احنا في ارقام بنتكلم فيها. فيعني يا ريت نسكيب بس الموضوع ده، ونبقى الموضوع ده انا شايف منه كتير قوي والله. طب ماشي، مش هضغط عليك. طيب احنا دلوقتي في طبيعه الشغل انت بتواجه يعني، احنا مجتمع شرقي، وبشكل ما يعني الى حد ما يعني لسه لحد دلوقتي في ناس لسه بتحاول تحافظ على حدود ما، يعني اللي بيحاول يعني ربنا ينجينا يا رب. لما تبدا تشوف ان في مشاكل نتجت عن الاختلاط ده، اللي هو ولد ببنت مش عارف ايه الكلام ده، انت بتتعامل معاه ازاي؟ يعني هو انت بتبقى ما بين حاجتين، ان ده تيم، وانت محتاج ان التيم يكون مش قريب من بعضه بس علاقتهم كويسه، تمام؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه ان ان المواضيع بدات تتطور وبدا يحصل مشاكل. انت بتهندل ده ازاي؟ بس والله هو المواقف دي صعبه قوي يعني. انا عمري ما تعرضت لحاجه زي كده في التيم بتاعي. انت عارف التيم بتاعنا ما شاء الله كان 46 راجل. فانت داخل حرفيا الفلور، الموضوع كان رهيب. ولكن احنا دلوقتي يمكن في الشركه اللي انا فيها احنا معانا بنات ومعانا اولاد، وهي الفكره ان انت لازم تكون اصلا الستاندرد بتاع الشركه تكون هي بتحافظ على حاجه زي كده. خليني اقول لك ان في شركات ما بتعملش كده، وللاسف الشركه دي انت ما ينفعش تنضم ليها على الاطلاق، لان في الاخر برضه احنا عندنا مجتمعنا وعندنا الظروف بتاعتنا. انا ما ينفعش ان انا اخش الفلور مثلا الاقي ان في الفلور ده متقسم بقى كابلز وبتاع، طب والشغل، فاهمني؟ فدي ما جاتش علشان هو ما جاش او بيظبطوا الاجازات. عصافير الحب الجميل ده شغل، ده فلور شغل. هتحكم في الموضوع ازاي؟ خلاص بقى، هي البروسيس بتاعت الشركه اللي هتطبق. تمام، ان احنا يا جماعه المفروض ان احنا عندنا شغل، فبالتالي ما ينفعش ان احنا الدنيا تاثر على بعض. بره الشغل اعملوا اللي انتوا عايزينه، تمام؟ يعني بره الشغل علاقتكم بقى ببعض دي ما بينكم وما بين ربنا عز وجل، وانت المفروض ان انت تبقى عارف ان في حاجات حدود ان انت ما ينفعش ان انت تعديها. جوه الشغل في البروسيس بتطبق. لو احنا كلنا بينا علاقه كويسه، خير وبركه، برضه ما يبقاش فيها اختلاط مبالغ فيه. لان مهما انا قلت لك انا يعني مفيش حاجه اسمها شغل فبالتالي يبقى الاختلاط مبالغ فيه. يعني الاختلاط ذات نفسه اصلا فيه مشكله، ولكن احنا بنتكلم في وضع قائم، ماشي، تمام؟ فما ينفعش ان الموضوع كمان يتجاوز لحدود احنا ما نقدرش ان احنا نتعامل معاه. فلا، ده لازم يكون فيه رد فعل قوي جدا. نقطه مهمه. انت دلوقتي يعني احنا بنتكلم مع شخص فاهم جدا في يتعامل مع الناس ازاي، يتحكم ازاي، يدير ازاي، الكلام ده كله اللطيف. انت دلوقتي حصل مشكله ما او حصل موقف ما وانت اتعصبت جامد، مش على التيم، اتعصبت على شخص، فانت بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه عشان يعني بتعمل ده؟ انا عارف تتعصب بسرعه، يعني مش بسرعه، يعني بتتعصب، يعني متعصب بنلم في الصعوبه بعدين. بس انا من الناس اللي كان دايما بيكون عندي ثقه ان حسن لو اتعصب فحسن عنده مشكله، يعني هو في مشكله كبيره ان حسن يتعصب. انت بتهندل ده ازاي بعدين؟ او ان هو النقطه دي بتتعامل معاها ازاي؟ لا، مش بهندل ده بعدين، انا لازم اكون مهندله قبلها. تمام، هقول لك ازاي. ايه ده؟ دي جديده دي. ما الفكره إيه؟ هو الكلام الوردي ان انت ما ينفعش ان انت تتعصب، وده مكان شغل، وان الناس اللي معاك دول هم زمايلك، فما فيش ما بينك وما بينهم اي داعي يخليك ان انت تتعصب. بس هل انت بينك وما بين صاحبك ما ينفعش ان انت تتعصب؟ تمام، ما ينفعش ان انت لا بيحصل، انت بتتعصب عليه هو بيتعصب عليك، فاهمني؟ فهي دي النقطه من قبل بقى، هل انتوا صحاب تمام ولا لا؟
زي ما قلت لك احنا المفروض في فارق، تمام، الفوارق بتقل لكن ما بتنعدمش، بس في نفس الوقت في حته اللي تخليك شويه ان انت يكون في مساحه. يعني مثلا صاحبك لما بيجي يتكلم معاك شويه صوته يعني انت بتشيل. اللي بيحصل كده ان برضه ساعات ممكن تبقى قاعد مثلا مع حد من زمايلك في الفلور، ويجي مثلا انت بيتكلموا في رقم فتلاقيه شويه النيرف بتاعه يعلى لمجرد ان هو مثلا ممكن يكون عنده مشاكل بره مش عارف يفصل، ودي جت عليها فابتدى ان هو يتكلم مثلا بصوت عالي من غير طبعا ما يتجاوز، يكون في تجاوز. فانت بتشيله بتسمعه فهو بيفنت اوت بيهدي، تمام. فبالتالي انت برضه بيكون عندك مشاكل وانت بشر، وفجاه لقيت الدنيا ضربت جامد انت ما ينفعش ان انت تاني، ما ينفعش ان انت تتعصب. انت لو اتعصبت دي حاجه غلط، بس اتعصبت هتعمل ايه؟ لازم تكون مؤسس بقى من قبليها علاقتك مع في قانون في التربيه بياكد الكلام انت بتقوله، كنت بسمعه يقول لك connection before correction. بالظبط يعني ده اهم من يعني، فانت في علاقه اصلا، في علاقه بينكم ولا لا؟ ما هو طبيعي ان انت شخص ما عرفكش او التواصل بيننا ضعيف، فلما اجي احتد عليك هيحتد عليا. بالظبط. وانا حتى لو ما اعرفكش يعني لو احنا ما بنيناش العلاقه دي مع بعض، انا مش هقدر ان يعني انا عارف ان انا لو عليت صوتي او انت عليت صوتي هتحصل مشكله كبيره، تمام. لكن في نفس الوقت في حاجات ممكن مع بعض نلمها وما يتاخدش فيها اكشن. يعني انا بكلم مثلا عمرو، بقول له عمرو اللي انت عملته ده ما ينفعش وبتاع، وفي ما بيننا وما بين بعض مساحه كبيره، بس انا عمري ما هاخد اجراء ضد عمرو. ليه؟ لان هو في الاخر هو صاحبي، انا اتكلمت معاه بالطريقه دي وهو شال الموضوع. في نفس الوقت جيت انا مره مثلا بتكلم معاه فهو قال لا الكلام ده ما ينفعش وكده، بس هي المساحه ما بيننا تستحمل. لكن لو ما فيش مساحه احنا لازم نتعامل بروفيشنال جدا طبعا. لو مفيش مساحه لازم يبقى الموضوع ده، وساعتها اخد اكشن بقى. دي ورنينج دلوقتي. الناس، في ناس كتير بمجرد ما بتمسك سلطه، تمام، مم. الموضوع بالنسبه لهم يعني مجرد ما مسك سلطه بيبدا ان هو يحاول يستغلها على قد. انت بتفصل ازاي ما بين فكره اللي هو انا ايه، انا السلطه دي مش موجوده عشان انا ابقى طول ما انا ماشي بوزع ورنينج زي ما انت بوزع ورنينج. فانت يعني في موقف انت دلوقتي حاسس ان انت فعلا انت لازم تاخد اكشن، بس انت تفصل ازاي؟ يعني انا ده شفته قبل كده، في ناس هي لازم تمشي بس انت كنت بتحاول تحفرك باي طريقه ان انت توجد له اي بديل، يعني بحيث ان انت توصل لحل وسط. بالظبط. انت السلطه اللي في ايديك دي بتغيرك، بتحس ان هي بتعمل معاك حاجه، او يعني كحسن، يعني اللي هو الكرسي ومش كده. انت ما انا بص انا واخد بالك انا فارد الظهر ازاي؟ وانا عامل كده. هي الفكره ان احنا في يوم من الايام، ما هو انت ما طلعتش، انت ما اتولدتش كده مانجر، ما طلعتش هو اتولدت حسن فؤاد تيم ليدر، فاهمني؟ او مثلا حسن فؤاد سينيور ترينر، فاهمني؟ لا، هو الفكره ان انت بتبتدي ايجنت، بعد كده بتبتدي انت ترقى. فهل انت وانت قاعد في مكانك بتبتدي تشوف الناس كانت بتتعامل معاك ازاي؟ في حد بيتعامل معايا وحش فانا مش عايز اعمل زيه. في نفس الوقت في حد بيتعامل معايا حلو فانا عايز اعمل زيه. زي ما قلت لك على الموضوع بتاع صديقي او مديري احمد عبد الرؤوف في الشركه بتاعت وورك. انا مستغرب مستغرب التسامح ده، لان انا كشخص انا ما بحبش حد يكون احسن مني. انا ما بكرهكش وما عنديش مشكله معاك واحنا بره اصحاب، بس احنا متواجدين في مكان انا اجمد واحد. يعني انا ببقى بحب دي، وبغل في الشغل مش بغل بيني وبين، يعني انا هتمنى لك الخير وهعترف بشطارتك، يعني انا هطلع بره اقول ان انت اشطر مني في كذا وانت، بس انا من جوايا انا لازم اكون اجمد. طب ما دي ظاهره صحيه، تمام. يعني كون ان انا عايز ابقى احسن واحد في الشغل علشان يعني عشان برضو ان انا، ما هو ده طبيعه في كل شخص، بشرط ان الموضوع ما يبقاش فيه غيره وحسد والكلام لا 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 مش تمام. لكن لا ده انا يا ريت مثلا معايا في الشغل 5 6 زيك. انا مستغرب بجد والله. انا مستغرب ان انت ايه، لا ده شاطر جدا، ده مش عارف، ده كواليفايد، ده مش عارف ايه. انت قاعد بتتكلم عن الناس كلها، انا بعمل كده زيك بس انت ضيف كده. فانا بحب ده جدا، وده مفسر لي حاجات. ان كنت لسه بنتكلم معاه ان الشخص الواثق في نفسه هو ما عندوش كان يتكلم عن الناس اللي حواليه كلهم كويس، لان هو ما بيشوفش ان ده تهديد ليه. اللي بيشوف ده تهديد ليه هو اللي عنده ويكنس في نقطه، هو شايف ان هو ده جاي عليا، انه يقترب، انه ياخذ مكاني. فانت انا مبسوط، دي حاجه انا بحسبها لك، بديك شاوت اوت ليك. انا مبسوط ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده. انت متخيل بقى لنا 54 دقيقه بنتكلم في شغل اداره ومش عارف ايه، واخد بالك؟ كل ده لسه في حاجات كتير انا اصلا ما اتكلمتش فيها. انا عاوز اتكلم معاك عن فتره الجيش. انت دلوقتي خلصت الكليه وانت كنت في شغلك في الدعايه والاعلان، وخلاص انا داخل جيش. معلومه الناس ما تعرفهاش ان انت كنت ضابط احتياط. استقبلت الخبر ازاي؟
يعني انا فاكر لما اترشحت، لما رحت عملت الكشف الطبي وترشحت ضابط احتياط، كانت مناحه، انا مم. كنتش طايق نفسي وكنت قاعد بندب ومش بندب، بس انا قاعد بقى مكتئب وحزين، وبداوا يقنعوني في البيت ان انا اتقبل الوضع والهدي تاخد مرتب، مش عارف، انا ما كنتش متقبل الوضع خالص. عشان مش هستحمل حالي يعني. انت بقى تقبلت الموقف ازاي؟ انت بقى خدت التجربه واتحركت جواها هي الفكره في موضوع الجيش، هي ده لازم على الكل. يعني انت بتخش لو خلصت فانت، يعني لو انت ما دخلتش فانت وفرت سنه من عمرك، لو دخلت سواء بقى الموضوع بتاع ال3 سنين او موضوع الشهر فانت بتخش اكيد بتستفيد. موضوع عارف انا الفقره اللي قلت لك ايه، ان الستات تمام ما تعرفش هم دماغهم عامله ازاي وساعات بيبقوا مكتئبين وكده، هي دي الفتره بتاعت الجيش. تمام، انت بتلاقي نفسك خلاص انا في فتره مش عارف انا ايه اللي هيحصل فيها، فتره يعني شويه مش توهان. قوي، انت مش عارف ايه اللي جاي، توهان. فبالتالي انت بتبقى خايف وبتخش الجيش مخاوفك دي بتتحقق. الموضوع والله العظيم الموضوع بيبقى صعب جدا، شفت كل اللي انت خايف منه واكتر هتلاقيه اكتر. بالظبط. ليه؟ لان انت دلوقتي انت بتخش على حاجه انت عمرك ما هتكون متعود عليها. انت بتخش في اوامر بتطبق، لان الاوامر دي انت بتنفذها، هي جايه لك من قاده هم بياخدوا اوامر، فبالتالي هي الموضوع هي مختلف. سلسله اوامر. بالظبط، وهو الجيش ما ينفعش يمشي غير كده. تمام، فبالتالي هي الفتره دي اثرت فيا جدا. يعني انا قعدت هناك تقريبا 2 و5 شهور، هي دي فتره خدمه الضباط الاحتياط. دخلنا الفتره بتاعت ال5 شهور دول طبعا كانوا صعبين جدا. كليه ضباط احتياط تقعد فيها بتحتك بالجيش، مثلا المركز التدريبي بيكون العساكر بيقعد حوالي مثلا 30 يوم 20 يوم على حسب، احنا بنقعد 5 شهور. 5 شهور بيبقى الموضوع قاسي شويه، وبتخلص منها مش يعني 5 شهور ده بالنسبه للناس نص جيشهم، لا ده انت لسه بتبتدي جيشك بقى بعديها، تقعد حوالي 8 شهور ملازم، بعد كده بتقعد بقى بقيه المده بتاعتك ملازم قوي. فهي فتره الواحد اتعلم فيها كتير، هي بتخليك توصل لمساحات كده موجوده عندك انت ما تعرفش اذا كانت هي موجوده اصلا ولا لا. حته الصبر، حته القوه بتاعت التحمل، حته ازاي ان انت تتعامل مع الاوامر، يعني دي برضو بتخليك شويه لما بتطلع تحس لا الحياه المدنيه بتبقى اسهل بالنسبه لك كتير. تمام، الظروف المعيشيه صعبه لان انت مش كل الجيش في اماكن بتكون فيها رفاهيه، لا في اماكن فيها صحراء انت مجرد طبعا حاجه زي كده. فلا هي بتبقى تجربه صعبه، بس على قد ما هي صعبه انت بتستفيد منها جدا. استفدت ايه طيب؟ بص، استفدت منها ان اليوم بيعدي، تمام، كذلك الشهر كذلك السنه. احنا مده بتخشها اول يوم. بس اليوم في الميري اطول بكتير من الملكي، اطول بكتير. يعني انا حرفيا انا عدى دلوقتي قد ايه؟ انا دلوقتي شهر 8، انا بقالي 8 شهور وخلص جيش. تقول لي عدوا ازاي؟ بص، هما بيقول لك بس يوم في الجيش الجيش بسنه، دي سنه حقيقة. الجيش بيوم. تمام، انت بتبص الفتره دي فاتت في ايه ما بتعرفش. تمام، طبعا بتطلع منها بعلاقات كويسه جدا. انت بعد كده في كمان الجيش بيسمح لك ان انت تحتك بثقافات موجوده هنا في مصر انت ما شفتهاش قبل كده. يعني انت عمرك ما هتسافر 28 محافظه علشان تعرف الناس دي كلها، لكن احنا العنبر بتاعنا كان حرفيا في ناس من ال 28 محافظه، 53 طالب موجود، بتتعامل مع كل الثقافات وبتعرف بقى ده بيتعامل ازاي وده عقليته ماشيه ازاي، فده بيخليك برضو بتكتسب خبره في ان انت تعرف طباع الناس. اتنقلت كتير فتره جيشك؟ قعدت فتره في السويس، وبعد كده يعني الاول فايد طبعا كله في القناه يعتبر، كنت في السويس، وبعد كده كنت معدي الناحيه الثانيه في سينا. قعدت بقيت بقى الفتره بتاعتي، يعني اول ما علقت النجمه الثانيه كنت في سينا بس مش في سينا في الضرب، يعني ربنا يا رب يسترها على كل اهلنا اللي هناك، بس لا يعني كنت في حته كده قريبه من القناه او بالظبط جوه شويه كده. وانت بتتعامل ازاي مع فكره طبعا انت الجيش وبرده الكول سنتر ده بيوصل الفكره دي، اللي هو انت كل شويه في ناس بتمشي، او كل شويه في ناس، يعني في ناس بتتعلق بيها وبتعمل معاها يوميا، بيبقوا قريبين منك صحاب ومش عارف ايه، فما بقوش موجودين. بالظبط، اتعودت. هو حال الدنيا. انت دي زي ما تقول ده موضوع، يعني الجيش حاجه، الناس العساكر اللي بتخش وبتطلع وانت بتسلم عليهم وكنت مقضي معاهم بتاكل وبتشرب كده، تقضي معاهم ليل، بيبقوا مثلا موجودين هم في الخدمه فبتطلع تتكلم مع كل واحد. في نفس الوقت برضو الكول سنتر زمايلك اللي موجودين معاك فجاه ما بيبقوش موجودين، لما بيجي له اوفر احسن، يا اما هو خلاص بيزهق من المكان او وات ايفر اللي بيحصل. فده شويه بيديك تعود، بتتضايق على الناس، بتتضايق ان انت في ناس كانوا قاعدين معاك بتقضي معاهم وقت كويس، بينكم شويه ذكريات حلوه كده، ولكن خلاص هو حال الدنيا. يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل كان بيقول احبب من شئت فانك مفارقه، بس هي دي القصه يعني. الناس اللي حاليا دلوقتي بدات تحصل شويه محاولات ان انا مش عايز اخش الجيش، فانا بحاول اجله باي طريقه. بتشوف ده ازاي او تنصح الناس دي بايه؟ يعني لا
بص خش الجيش تمام وخد التجربه. انت لو ربنا اذن ان انت هتخش، خش وخد التجربه واطلع منها واستفيد على قد ما تقدر. لو انت مش كاتب لك ربنا ان انت تخش الجيش، هيجي لك اعفاء وخلاص. لكن ما ينفعش ان انت تاجل الموضوع، لان هو في الاخر برضو الموضوع يعني غير ان هو بيفيدك في السكيلز بتاعتك انت بيعرفك حاجات تانية او مساحات في شخصيتك انت ما تعرفهاش، بس في نفس الوقت هو ورقه مهمه عشان لو انت برضو عايز تكمل في الشغل بتاعك او عايز تسافر بره البلد. هو موضوع الجيش مهم جدا. فانا لا، انا ما انصحش اي حد ان هو ياخر الجيش بتاعه. خش وخد التجربه وان شاء الله تطلع منها على خير. تجربه صعبه انا معاك تمام، بس انت مش تدرك ان هي صعبه غير لما تخش. فخش وقضي الفتره واطلع، وبعد كده ربنا يسهل بقى نشوف اللي هيجي. طب انت شخص، انت متعود ان انت من قبل ما تخش الجيش انت شخص قائد، او اللي هو انت انت بتتولى الناس اللي حواليك. فده اول حاجه الجيش بيكسر، ان هو طبيعه الجيش وطبيعه الشغل اللي جوه وطبيعه التعامل ان هي كلها اوامر زي ما انت قلت. وهو الجيش دي سياسته يعني، وطبيعته كده، والمواقف اللي الناس بتتعرض لها جوه بتتحتم ان الموضوع مش قابل للنقاش. انا دلوقتي في حرب، انا دلوقتي مش عارف ايه، فانا اعمل كذا فهي كذا. انت تقبلت ده ازاي؟ انا عارف الناس بقى اللي هي متعوده، الناس اللي متعوده ان هي ليها قراراتها وبتاخد قراراتها بنفسها وهكذا، ان هي الموضوع بيكون صعب عليها. تقبلت ده ازاي او اتعاملت معاه ازاي؟ يعني ايه الحسبه اللي حسبتها في دماغك عشان تقتنع ان ده تمام؟ بص تاني، انت الواحد ما ابتداش مدير، هو الواحد ابتدى مثلا سبوردنت او تابع ليه حد المفروض ان هو بيكون مدير عليه او كده. فلو انت تقبلت فكره ان انت الاول انت بتخش الجيش مثلا او بتاع، انت كده كده لازم فتره تعدي، انت قبلت او ما قبلتش انت لازم تسمع الكلام. تمام. ليه؟ لان هو الموضوع مش لعب. يعني احنا الحمد لله مش في فتره حرب او مش في فتره مشاكل، او الواحد برضه ما كانش في مناطق خطر، بس هي الفكره ان انت في ثانيه ما تعرفش الغرض بيجي منين او ما تعرفش الخطر بيجي منين. فانت لازم تتقبل ان الناس دي ممكن تكون بيديك امر، بعض الاحيان بيبقى الامر ملوش لازمه تمام. بس الفكره ان انت لو اثرت في كذا حد وفي الاخر جالك الامر المهم وانت متعود على التقصير، فبالتالي ممكن تحصل مشكله. فانت لازم تتقبل حاجه زي كده شئت ام ابيت، علشان برضو يعني ايه، جيشك يعدي يا دفعه. لكن اكتر من كده طب انت في الجيش، انت دلوقتي بقيت ملازم او بقيت ملازم اول ورحت وحده، في هناك بيكون في عساكر قديمه وصف ضباط قدام، بتتعامل معاهم ازاي؟ يعني انا بشوف التعامل معاهم، يعني بالنسبه لك انت كحد هو مثلا بقاله مش بقى، هو طبعا مفيش ناس بتقعد كتير في واحده واحده، بس هو بقاله مثلا في مكان 3 4 سنين تمام وبقاله في الجيش 20 30 سنه بالظبط. فانت وانت رايح انت اللي انت المسؤول. فانت بتتعامل مع ده ازاي؟ يعني انت الشخصيات اللي شبه دي بقى بتعمل معاها ايه؟ بص بتحاول ان انت على قد ما تقدر ما يعني ما تعمل ما تحمصهاش في كل حاجه. انا مش عارف اللفظ ده ان حد يفهمه ولا لا، بس انت فعلا ما تافورش. فاهمني؟ طول ما في حاجه ينفع ان احنا نتواضع عنها خير وبركه. لو في حاجه فعلا ما ينفعش تتواضع عنها، لا هي لازم تتم. طب هو شايفك صغير لسه، جديد، مش عارف ايه، ورور، مش ما لسه هو مش قديم في فاهم. الميري برضه، ما هو قديم وعارف ان في اوامر بتطبق وعدى عليه. لو انت سنتين وخارج، فهو عدى عليه كام واحد بيقضي سنتين وخارجين. فلو هو لحد دلوقتي مش عارف يتعامل مع حاجه زي كده، فساعتها يبقى ده ليه طبعه اللي تقدر ان انت تتعامل معاه، ده عنده خلق. لكن في ناس كتير بالعكس، يعني احنا والله العظيم ربنا اللي يعلم، في ناس هونوا علينا جيشنا وكانوا ناس كبيره وهم برضه كانوا صف ضباط واحنا ضباط، كان بيحاول ان هو ينفعك، يحاول يقول لك ازاي تعدي الفتره دي، ازاي ان انت تقدر ان انت تتعامل مع العساكر. لا بالعكس، وانت ما ينفعش ان انت تتقبل ان انت تاخد المعلومه مع حد اقل منك حتى في الرتبه. تمام. اللي فوق بيفيدك واللي تحت منك بيفيدك، ولو عسكري اقدم منك في المكان ورغم ان انت رتبه، لو سمعت له ممكن يفيدك. بالظبط. طيب بعد الجيش، يعني خلاص احنا طولنا عدينا الفتره بتاعت الجيش، حاله التوهان بقى اللي هو انت مش عارف انا فين، انا رايح فين وجاي منين، وانا كنت فين اصلا قبل الجيش، اتعاملت معاها ازاي؟ خصوصا انت قعدت قلت 3 سنين، سنتين ونص، قعدت سنتين ونص في الجيش. بالظبط. عملت ايه بقى بعد الجيش؟ او يعني خرجت من حاله اللي هو انا مش عارف انا مين وانا فين والكلام ده، ولا انت ما مريتش بالمرحله دي؟ بص هي الفكره ان انا مريت فيها وانا بخلص الجيش. تمام. بس الفكره بفضل الله عز وجل ان الواحد كان ليه بيت بيرجع له. يعني شركه، انا لما خلصت الجيش رجعت تاني لبرنس سيتي، الشركه بتاعت الدعايه والاعلان. وكان الموضوع عارف دي كان بالنسبه لي فتره نقاهه، لان انت بتحاول ان انت برضه تبتدي تتاقلم على الحياه المدنيه تاني. وازاي ان انت تتعامل مع الناس، والفكره بقى تلغي موضوع الاوامر خالص ده، ان انت حتى خدت وقت عقبال ما بالظبط. وحتى طبعا قعدت فتره وكان فيها مشاكل. ولما حد بيعترض ما هي دي النقطه بقى، هتوقفه انت بقى. وان انت كمان مديرك لما يديك تمام حاجه تنفذها، الموضوع مش امر.
تمام. ده هو بيقول لك على حاجه المفروض ان انت هتعملها، انت فالموضوع المايند سيت بتاعك هو قال لي حاجه يعني انا لازم اعملها، فانت دلوقتي. انت حالا. تمام. فانت تروح تعملها وتجيبها له بسرعه، فهو يبقى طاير بيك شويه، او مثلا يلاقيك مسحول فيها يا ابني لا، حاجه ممكن تخلص بكره. تمام. في نفس الوقت زمايلك تبتدي ان انت يبقى عندك، يعني ربنا يمسيهم بخيرهم معانا ومعايا شويه، بس هي فعلا الفتره دي كانت فتره نقاء لحد ما ابتديت الموضوع بتاع الكونتاكت سنتر. امم طب انت من اول بتقول كونتاكت سنتر، احنا متعودين ان هو كول سنتر، انت في فرق ولا واحد ولا؟ طبعا، يعني هو موضوع الكول سنتر انت يعني طبعا على حد ما انا افهم، يعني موضوع الكول سنتر انت مكالمه بتعملها وخلاص، لكن الكونتاكت سنتر ده ان انت بتتواصل مع الكاستمرز او اليوزرز الابلكيشن وات ايفر، او كان الخدمه اللي انت بتقدمها عن طريق فيرس تشانلز بقى. يعني لو انت بتتكلم في تكست، بتتكلم في شات، بتتكلم في كولز انباوند او اوت باوند كولز على حسب. تمام. فده الكونتاكت سنتر. لكن لو كول سنتر هو بقى مكالمات، لو انت مثلا بقى ابو شقره 19 5 مش عارف ايه بتاع الو اعمل لي اوردر، هو كلها كولز. لكن لما بيكون الموضوع مختلف، تكست، ايميل، شات، كولز، ده بيبقى كونتاكت. تمام زي الفل. طيب انت اشتغلت في الشركات كلها، يعني خلينا نقول في حاجات فيها مالتي ناشونال كده والتعاون فيها بالانجلش. السؤال الازلي، انت اتعلمت انجليزي ازاي؟ ما اعرفش، والله ما اعرف. يعني هو طبعا امتى وازاي؟ بص، هي كانت خطوه انا كنت عايز اعملها، وربنا يا رب يديهم الصحه هي ساعدتني عليها فيها. بغض النظر كانت الفتره دي كانت شويه، عارف انت بعد الثوره اللي هي فتره الخلل بقى، مفيش فلوس او كده، ومع ذلك يعني الحمد لله قدرت ان انا اخد كورس انجلش. بس هو اداك اساسات. طيب علشان بقى تقدر تعتمد عليها لازم تستخدمه في شغل، زي ما انت كنا بنتكلم قبل البودكاست ان انت قلت لي ان انا بستخدم اللغه بتاعتي في الشغل عشان اقدر ان انا امبروف. فبفضل الله انا يعني ممكن قعدت في الكورس سنه، وهي السنه بتخلص كنت عند يسري في شركه الدعايه والاعلان، وهو المفروض برضه الراجل شغلنا كان الى حد ما بيعتمد بنسبه كبيره ان احنا بنبعت ايميلز بالانجلش، بس احنا طبعا الناس اللي بتتعامل معانا ما بين كلاينت هم على ليفل، وما بين ناس واحد عايز يطبع علبه كروت عشان ماشي مع محل ميكانيكا مثلا ولا حاجه. فاحنا الشغل هو اللي بيطلع، يعني هو الموضوع اللغه دايما بتيجي بالبراكتسنج او بالممارسه. تمام. من وقت للتاني انا كنت كل شغل بروحه بس باللانجوج بتاعته، سواء اللغه بتاعه الدعايه والاعلان، او لما بتطلع في الكول سنتر بتاخد الجيش. طبعا ما فيهوش الجيش ليه لغه لوحده، ميري بقى بيتكلم لغه ميري، فاهمني؟ لكن احنا لكن في الكول سنتر طبعا برضه انت بتاخد اللغه، فده بيساعد ان الحصيله اللغويه بتاعتك بتزيد، فبتبتدي تعمل بلس ان انا اصلا في الانجليش مش اقوى حاجه يعني. بس هي الفكره ان انت كل مكان بتروحه بتاخد منه اللانجوج بتاعته، تتحرك على مكان تاني، فيبقى عندك حصيله تقدر تستخدمها، فده اللي بيفرق معاك. طيب خلينا نتكلم بشكل عام، خلينا ندي ايه مثلا، ايه تبس الناس عشان هو الحوار ده ترند. انت مبدئيا لما جيت تتعلم اللغه اتعلمتها لهدف ما، انت بتتعلم عشان حاجه، ولا انت كنت بتتعلم ان ده الترند بقى الناس كلها بتتعلم انجليزي؟ لا مش ترند، هي الفكره ان احنا في الفتره دي كان معروف يعني الشغل كله بيعتمد على الانجليش. فكان لازم ان يعني انا كنت يعتبر السادس او السابع في اصحابي في الكليه اللي بيخش الكورس، هم كلهم سبقوني طبعا. فكان لازم ان احنا الموضوع كان من بدري. دلوقتي طبعا انا شايف ان لغات كتير كمان تقدر ان انت تتعلمها، لان هي بلدنا بقت بلد الكونتاكت سنتر، دي صنعتنا دلوقتي. عندنا اكتر من شركه كبيره، والمفروض ان احنا عندنا عدد كبير جدا من الناس شغال، وهو جاي فرصه كتير لشباب ان هو مثلا ممكن يكون مخلص كليه تربيه او مخلص مثلا لغات وترجمه، سواء في لو كان مثلا في جامعه الازهر فعنده لغه. فانت كنت شايف احنا كان معانا زمايلنا اللي هم شغالين في التركي، وكان معانا زمايلنا اللي شغالين في الالماني، وشغالين زمايلنا اللي شغالين في الفرنساوي، هو كل اللي يعرفوا اللغه فجاه بقى بياخد مرتب كويس لمجرد ان هو عارف اللغه دي. فلا، هي اللغات دلوقتي كمان مهمه، بس احنا الفتره بتاعتنا كان الانجليش، فكان لازم الواحد يتعلم انجليزي، كان الموضوع ظاهر يعني. طيب يعني خلينا نخش في تفاصيل انت دلوقتي بتقول انا خدت كورس، هل الكورس لوحده كان كافي؟ لا طبعا. تمام. طب انت بعد ما يعني بتخش دلوقتي تخش السيشن، بعد السيشن بتطبق ازاي، بتبراكتس ازاي؟ واول شغل ليك بالانجلش هل انت كنت بيرفكت، ولا دخلت وبعدين ابتديت تعافر وانت جوه؟ لا طبعا يعني الليرنينج كيرف لازم بيعلى معاك مع الوقت. يعني انت بتخش خلاص، انت خدت حاجات لو ما تستخدمهاش هي كده كده هتتمحل وهتطير. لكن لو انت بتخلص وبعد كده بتبراكتس ساعتها شويه الموضوع بيزيد. وانا واحد ما بذاكرش، يعني انا ما بعرفش ان انا اقعد واذاكر والكلام ده، ولكن انت بتخلص الكورس. لو برضو الانستراكتور اللي معاك حد كويس، وطبعا هو احنا كان معانا حد كويس جدا جدا ربنا يمسيها بالخير، كانت فارقه معانا، وكان بتدينا برضو الميثودز اللي احنا ممكن نقدر نمشي عليها علشان نحاول ان احنا نبراكتس، سواء بقى مثلا تشوف فيلم اجنبي او اي حاجه زي كده. ولكن انا شايف ان الشغل هو اكتر حاجه تقدر ان انت
تتعلم فيها اللغه، لان الشغل بيكون ديلي، في نفس الوقت بيكون مديك مساحه ان انت تقدر ان انت تتعلم فيها. طب الاكسنت ما لا مال انا عندي مشكله ان انا الانجليش ليفل بتاعي ثابت لحد دلوقتي، لان انا الاكسنت عندي ما يعني فاهمني. ممكن الموضوع بالنسبه انا لي نفسي افهم، انت بتبقى شايف مين قدامك وانت بتتكلم عن نفسك؟ يا عم احنا شايفينك جامد، انا شايفك الاكسنت بتاعتك كويسه جدا، مش بهزر والله، يعني انت الاكسنت بتاعتك كويسه جدا، يعني انا ما يعني مش عارف انت ليه شايفها ان هي ببقى شايف زمايلنا، يعني احنا موجودين معانا زمايلنا المفروض ان هم يعني احنا ايجيبت وجاي معانا اي ان دي، والترينر بتاع اي ان دي انت لسه مدي واحده ميثود دلوقتي خطير. ده عشان انا اللي ضغطت فالتي فاهمني. فشوف البنت وهي بتتكلم ما شاء الله، لا هي رهيبه جدا. ف كفلوينسي كفلونسي كميه ووردز موجوده عندها، الموضوع لا يعني هو فعلا الموضوع انا محتاج ان انا اتعلم فيه كتير. فانا فعلا انا شايف نفسي فين، مش علشان انا بقلل من نفسي، لا ان في ناس زمايلنا كتير، بدليل ان هم شغالين في اي دي وانا شغال في ايجيبت. تمام، بكوميونيكيت مع الكلاينت، بيبقى بس الكلاينت صيني. تمام، فبرضه فانتوا الاثنين اصلا، فاحنا الاثنين على الله بقى. انتوا تمام؟ الاثنين فاهمني. والله يعني مش هكلمك عن الجزء التاني، انت مجربه طبعا يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي الانجليش تمام، عدينا مرحله الشغل. انت دلوقتي الاكونت اللي انت فيه، او خلينا نقول البوزيشن اللي انت فيه، اختلافه ايه؟ انت بتقول انت ترينر دلوقتي تمام عن التيم ليدر، بالظبط. يعني الفروقات ايه، او انت حسيت ان انت في ايه محتاج تضيفه، او في ايه محتاج تتعلمه عشان تبقى عشان البوزيشن ده؟ بص، هو انت لازم برضو يكون عندك ليدرشيب سكيلز، وده اللي اتعلمه ان كل ترينر لازم يكون ليدر، مع ان مش شرط كل ليدر يكون ترينر. تمام، بس هي الفكره ان انت لازم يكون عندك ليدرشيب سكيلز، لان انت في الفتره بتاعه التريننج لازم يكون انت بتتحكم في مجموعه، هتتحكم فيها ازاي لو انت ما عندكش ليدرشيب سكيلز؟ بلس ان الفرق بيكون طبعا كبير، لان انت شغال مع التيم كله فتره كبيره لما انت بتكون تيم ليدر، لكن الترينر هو بيبقى باتش، بتخش اطلع يلا جيرو يلا نشوف الموضوع، بالذات لما بيكون الشركه بيكون عندها تيرن اوفر وبيكون في باتشز ورا بعض. فالموضوع بيحتمل شويه ان انت يكون عندك ليدرشيب سكيلز، بس برضه لازم يكون عندك اللي هو في كورسات في حاجه زي كده اللي هو التريبل تي كده، طبعا مكان زي دكتور شريف عيد اللي هو بيدي ده. انا كنت لسه هسألك الناس اللي يعني احنا بنسمع في نصب كتير في المجال ده، تمام. خلق القادة مش عارف ايه وتكوين الشخص، ايه بقى المكان اللي هروح الاقي فيه نوليدج بجد، هلاقي فيه نوليدج يعني، وهلاقي فيه نوليدج ومكان هيساعدني بجد، مش مكان بيبيع لي ترمس؟ طيب انا بالنسبه لي مش يعني انا ما دخلتش اماكن كتير، بس فعلا المكان اللي انا دخلت فيه انا هقيمه بكل صدق. يعني الفكره ان انت دخلت المكان اتعلمت ايه، واللي اتعلمته طبقته ولا لا، ولما طبقته خدت من وراه انكم ولا لا. في ناس انت بتخش انت بتتحشي هوا، تمام، تقعد في مكان والراجل ماسك المايك وعمال يديك وانت طاير بقى، انا خلاص انا هطلع من هو قاعد بينفخ بالظبط، تقوم طالع ما بين القائد والمدير الكلام ده. وانت لازم تصحى الصبح بدري، ولازم تاخد دش ساقع وتطلع تجري الكلام ده. فماشي حلو، وتطلع تاخد انت الكلام ده تقعد مع اصحابك على القهوه يلا قعده المشروع. تمام، ده ما بيحصلش. والله يعني ده ما بيحصلش، انت لو ما خدتش حاجه تستخدمها فبالتالي اللي انت بتعمله ده كله هوا. لا، انت المكان اللي انا رحته هو اسمه بالظبط ETC اللي هو شيف تريننج سنتر. هو الراجل كان المفروض ان انا كنت داخل ليدرشيب سكيلز كورس، انا اخدت ليدرشيب سكيلز وخدت تريننج سكيلز. تمام، وتعرفت على ناس هم اللي بعد كده ساعدوني وانا في المكان اللي انا فيه. يعني كان حد من الناس اللي موجوده معانا هي دلوقتي حد من الترينر بتاع السوفت سكيلز والترينر سكيلز، هي اللي ادتني حاجه اسمها ايفولف، فرق الموضوع معايا جدا. فهو ما هذا الايفولف؟ الايفولف ده حاجه في الشركه اللي احنا فيها بيبقى زي كورس مصور بيديك السكيلز اللي انت تقدر تعتمد بيها على الشغل. تمام، يعني مثلا احنا كنت داخل تريننج فبديك ايفولف تريننج، فبالتالي انت بيديك السكيلز اللي موجوده عندك اللي انت تقدر تستخدمها في الشغل بتاعك، في الاخر بيديك اسسمنت اذا كنت انت هتقدر تأدي او لا. تمام، فانا فعلا لما باخد الايفولف ده انا حسيت ان الموضوع بالنسبه لي ممكن يكون فيه بوتنشال ان انا ابقى ترينر، لان الموضوع ده اصلا من عندي من اول شهر في الكونتاكت سنتر. اول ما دخلت ابتدينا الموضوع ده، ودخل لنا حد برضه كان محترم جدا فقال لنا لازم انت اول فتره في الكونتاكت سنتر تبقى عارف ان انت عايز تعمل ايه، لان انت ما ينفعش ان انت تقعد على السماعه فتره كبيره، دي حاجه بتبقى صعبه جدا. في ناس بتقدر تكمل لكن بيبقى الموضوع صعب. فانا قررت ان انا عايز ابقى
ترين. اي نعم بعد كده بقيت تيم ليدر والموضوع خدنا في حته ثانيه، بس في الاخر برضه انت باذن ربنا عز وجل الواحد وصل للحته اللي هو ممكن يبتدي منها موضوع التريننج. طب لو في تيبس مثلا معينه او في حاجه انت في قاعده ذهبيه بتستخدمها عشان المعلومه، عشان توصل المعلومات بشكل ما، عشان يبقى التواصل اسهل بينك وبين الناس اللي بتبدا، يعني انت بتقابل ناس، بتقابل نيو هايرز كتير وكده، فايه الحاجه اللي بتبنيها بينك وبينهم في البدايه، وايه التريكس بتاعتك؟ والله بص، وانا اقل ان انا ادي لحد تيبس في الموضوع ده، لان انا برضه الموضوع انا فاهمني تواضع تاني، تواضع تاني. الموضوع صعب شويه. انت بس كل الحكايه ان انت قبل ما تدي المعلومه لازم تكون انت اكسبرت فيها، لازم انت تكون شاطر في المعلومه وتكون انت اوريدي اشتغلت عليها. احنا شغلنا كله بيكون يعني هو براكتنج، انت لازم تكون ممارس، فبالتالي انت قبل ما تدي المعلومه لازم تكون فاهمها كويس. بعد كده بيبتدي بقى موضوع السكيلز اللي بتكون عندك عشان تقدر تدي المعلومه، وده طبعا بيكون موجود كله في الكورسات. لو انت محتاج ان انت تشوف حاجه زي كده لازم يكون حد امين بيديك المعلومه ازاي ان انت تدي يعني ازاي ان انت تكون ترينر شاطر، سواء بقى في موضوع البودي ساينس او مثلا موضوع اللي هو الميثود او التايب اوف ليرنرز اللي انت اصلا داخل لهم، عشان تبقى عارف الناس دي اصلا انت ممكن تتعامل معاهم ازاي. فهو الموضوع شويه ممكن يكون محتاج يعني ايه ليه قاعده خاصه بيه علشان برضو امانه المعلومه اللي احنا نقدر نوصل. يعني انت محتاج ان انت تكون فاهم المعلومه كويس. طب فاهم المعلومه كويس دي يعني حدودها ايه؟ هل انت فاهم تفاصيلها، ولا انت عارف اصلها جه ازاي، ولا انت مجربها، ولا يعني دي حاجه ليا انا شخصيا مثلا. يعني انا بقى لي مثلا كام اسبوع في الشركه بتاعتي دلوقتي، بقى في جالنا نيو ويف، فبقوم اسبورت ومش عارف ايه. انا بسبورت على اساس ان المعلومه انا مثلا سرشت عليها ومش عارف ايه، وفي حد قديم قالها لي، فبسال كام حد تاني وباكد المعلومه خلاص، عشان لما اجي ادي معلومه تبقى صحيحه وفي شغلي. فانت يعني بالنسبه لك انت ان انت تبقى اكسبرت دي كلمه جامده قوي. مش تبقى اكسبرت. بس انا ممكن مثلا نضرب مثل. ماشي. انت بالنسبه للكوره اعتقد انت بتفهم فيها يعني الاكاديميه وكده. بحاول. لو انا مثلا سالتك هو مين افضل، ميسي ولا كريستيانو؟ فانت طب ليه ميسي؟ لا دي قصه طويله قوي. فبس هتعرف تشرح لي الموضوع، تقول لي قصدي ميسي المفروض ان هو بيعمل كذا 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 كذا، فانت راجل اكسبرت في الموضوع ده فهتقدر ان انت توصله. اللي احنا محتاجين نعلمه بقى ايه؟ ان انت تقدر ان انت توصل معلومه هو ميسي افضل ولا رونالدو لعدد لجمع. تمام جامد. طب ما انت جامد اهو، ما تقول. هي دي النقطه بقى، ان احنا نتعلم حاجه زي كده. انت بتحاول ان انت تتعلم الميثودز دي اللي انت هتقدر توصل بيها المعلومه، ودي بتبقى طبعا حاجه لو انت عندك التالنت اللي انت تقدر توصل معلومه لجمع، بيبقى موضوع الكورس ده بيكون سهل بالنسبه لك، فبس بيكمل لك النقط الناقصه. لكن لو انت وطبعا اللي هي السكيل تقدر ان انت تتعلمها، تمام، هي برضو يعني الموضوع شويه مش موهبه على قد ما هو سكيل تقدر فعلا ان انت تتعلمها لو طبقتها بشكل كويس. لما بيكونش عندك التالنت دي بتقدر ان انت بس تبذل مجهود شويه ان انت تاخد كورسات عند حد يكون فاهم ويقدر يديك الميثود اللي انت تطبقها. طب انت في الليدرشيب كورس اللي انت اخدته، انت كنت برضه بتواجه ازاي بس انت مش عارف تقعد تذاكر والماتيريال اللي بتاخدها والكلام ده، ولا انت كنت بتاخد؟ انا حاسس ان انت في الكورس ده ما اعرفش صحح لي، ان انت لما دخلت انت ما دخلتش عالم غريب، انت دخلت عالم حاسس ان انت عارف عنه حاجات كتير قوي، وهو عمال ينور لك حاجات. انا كنت بعمل دي، طب انا فعلا كنت بعمل دي، انا ما كنتش واخد بالي من دي فمحتاج اعدل ده. انت اتعلمته كده، لكن ما كنتش اللي هو انا بقعد والخص واحفظ. لا خالص، وهو اصلا يعني خلي بالك هو السوفت سكيلز هي اكتر من مذاكره، هي تطبيق. تمام، بغض النظر طبعا الدكتور شريف كان غصب عنك بيجبرك ان انت تذاكر، وغصب عنك بيجبرك ان انت تطبق، تمام، علشان في الاخر تبقى استفدت من الكورس اللي انت خدته. انا كان بالنسبه لي كنت بشوف لا ده انا بعمل ده دي حاجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت كنت بشوف ان انا في حاجات كنت بعك فيها جدا. تمام، سبيشالي لما يفهمها لك ويقول لك انت كنت بتعك ليه، وبتشوف انت بتفتكر لا ده انا الحد ده لما كلمته بالاسلوب ده فعلا هو اتعامل، هو قفل كده بتاع، فلا يبقى الكلام ده كان صح. فهي دي كل النقطه، ان الكورس زي ما قلت لك هو بيفيل جابس، في نفس الوقت ممكن يعدل لك معلومه غلط هي موجوده عندك، او ياكد لك على معلومه كانت فعلا هي موجوده. تمام. طيب انا واخد بالي ان احنا من اول الكلام لحد وقتنا هذا وفترتنا يعني التعارف اللي كان بينا او اللي بينا ان انت بتحاول على قد ما تقدر تحس ان انت شايف ربنا، او شايف ربنا سبحانه وتعالى قدام، فبتوزن ازاي ما بين اللي بيوجبه طبعا هو اهم حاجه ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، بس انت بمجرد الواحد ما بيتسحل في الشغل
بتبدا بقى تلاقي في حاجات كده ان الشغل وطبيعته بتفرضها عليك، وان انت الدنيا بتبدا تهتز بينك وبين ربنا، دي حاجه، وان طبيعه الشغل بتبدا تدخلك في حاجات فيها شبهه. انت بتتعامل ازاي؟ بص، هو السمه هي تقصير. ابن ادم دايما مقصر في حق ربنا عز وجل. بالنظر احنا بنعبد مين، فاحنا كلنا مقصرين. بالظبط. ودايما الدنيا بتاخدنا، وده مش مبرر. تمام، يعني انت في الاخر بيجي لك فتره بتلاقي نفسك اتزنقت فيها، واتزنقت فيها ربنا عز وجل. تمام، فبتلاقي نفسك سبحان الله قادر ان انت تصلي الفروض الخمسه في الجامع وما تقصرش في شغلك، والدنيا بتبقى تمام لمجرد ان انت محتاج لربنا. تمام، في نفس الوقت بتلاقي نفسك لما الدنيا بتستريح والدنيا تظبط يعني خلاص. تمام، وده مش صح، لان اللي فكلك الفتره بتاعت الضيق هو اللي انت بتعبده برضه في نفس الوقت وفي الرخاء. وده سبحان الله عشان ربنا اللي عالم بحال العباد. هو بيقول لك ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فانت لازم تصلي عشان ما تبقاش انسان، انت عشان تبقى عبد لله. نفس الوقت هو بيقول لك واذا انعمنا على الانسان، انا ما بحبش بس اقول القران كتير عشان انا بغلط في القران. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فانت احنا كده بنصيح بالظبط، وتجري تصلي وتشوف اللي وراك كده في ايه. تمام، فانت لازم تبقى محافظ على علاقتك بربنا عز وجل. فاحنا مقصرين، انا اللي بحاول اعمله ان انا على قد ما اقدر يعني ان مساحه التقصير دي تقل، مش هتنعدم. ان انت زي ما قلت انت بتتكلم في حق المعبود عز وجل مش في طبيعه العابد، بس احنا بنحاول ان احنا نعدي الموضوع. اصل انا منين ما اقعد اتكلم مع او يعني المعروف عن الناس بتوع البيزنس بقى دول، اللي هو انت ايه 24 ساعه عينيهم دي معموله شكل الدولار ومش عارف ايه، هم دايما شايفين والارقام والنمبرز ومش عارف ايه والعالم والفيوتشر، تلاقيهم بيتكلموا انجليزي كده. فبتلاقي ان هو متغافل او يعني او مش متغافل، كلنا مقصرين. انا ما بنتقدش حد، انا اقل من انتقد حد تحديدا في موضوع في العلاقه بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد. بس هو بيبقى الموضوع تحس ان هو دايما في فصل تام ما بين اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزه وما بين علاقتنا بربنا وما بين الشغل. يعني تحسهم ما بيتعاملوش معاهم انهم حاجتين متقاطعين، لا هم حاجتين او بلاش يعني بعاد عن بعض خالص، حتى مش متوازيين. فانا مبسوط ان انت دايما ان ده موجود، او انت شايفه دايما قدامك، وانت بتحاول تحط ربنا سبحانه وتعالى قدامك. ربنا يا رب يثبتنا ويقربنا ليه. سؤال، آخر سؤال أنا بحب أختم بيه، وده سؤال ثابت في جميع الحلقات. أنت بتشوف الإنسان معنى النجاح بالنسبة لك إيه؟ وعشان تقول على نفسك أو تقول على حد ناجح بتشوف هو وصل لإيه أو عمل إيه؟ هنقسم السؤال جزئين. ماشي. إيه بالنسبة لك معنى النجاح؟ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده النجاح. تمام؟ الإنسان إزاي يبقى ناجح؟ ان علاقته بالناس تبقى كويسه، يبقى الناس بتفتكره دايما بكل خير. تمام، ده كان موضوع نقاش ما بيني وما بين حد من زمايلنا، يعني ان هو في الاخر هو الناس لو انت بالنسبه لهم حد كويس ان هم بيفتكروك بالخير، ده بالنسبه لنا ممكن يكون النجاح. اكتر من كده بقى ده في الاخر هو رزق بتاع ربنا. اذا كنت انت بتخش الشغل بتطلع منه بشكل كويس او ان انت بتترقى فيه او كده، ده في الاخر ده كله رزق من ربنا عز وجل. لكن فعلا النجاح هو ان انت تبقى ربنا بالنسبه له انت حد ممكن يكون يعني اهل الجنه، يعني في نفس الوقت الناس تبقى فاكرك بالخير بان انت ما اذيتش حد. ده بالنسبه لي قمه النجاح. اجابه غير يعني طب احنا قلنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، فده طبعا دي اجابه بالنسبه لي منطقيه. انما انت قلت ازاي الانسان يكون ناجح؟ ان هو يكون بيذكر بشكل كويس. كويس. بسمع اجابات مختلفه وده بسطني. خليني اخر حاجه اقفل معاك او يعني ننهي الموضوع. انت اتمنى انت كنت تكون مبسوط معانا بجد. لو في حاجه حابب تتكلم عنها انا ما خبطتش عليها، ما قلتش ان انت حابب في حاجه انا ما اتكلمتش عنها، حاجه انت حابب تتكلم معايا في العموم اتكلم. حابب تسالني سؤال براحتك. بالعكس والله، يعني يمكن القعده دي طولت، يعني احنا بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض يمكن من ساعه ما سيبنا الشركه. فالقعده دي سواء يعني لو كنا حتى قعدنا على القهوه ما كانش الكلام هيختلف كتير. يعني انت عارف ان احنا تحز عليا جدا. الله يخليك. واحنا ما فتحناش حاجه صعبه، يعني هو كان الموضوع كله ايه الشغل وايه اللي حصل في الجيش وبتاع. فاحنا زي ما بقول لك لو كنا قاعدين على القهوه ما كانش الكلام هيختلف الحمد لله الدنيا، بس كنا هنجيب شاي بالنعناع ونبتدي نتكلم في مشروع. يلا نفتح مشروع. تمام. فاتمنى بجد والله ان انا ما اكونش يعني ضيف تقيل عليك،
وان احنا ان شاء الله الموضوع ده بقى يكرر بره بقى، يعني بره الكاميرا بقى مع زمايلنا واصحابنا. باذن الله. في حاجه اخيره حابب انا اقولها، ان حسن من الشخصيات، احنا يعني انا قعدت فتره طويله شغال وبعدين ابتدينا نتكلم، فانا خلال الفتره دي انا قاعد برصد حسن بيعمل ايه، يعني انا قاعد مركز، انا كنت ببقى مركز معاك قوي، قاعد بشوف انت بتعمل ايه، بتتعامل مع الناس ازاي، ومديري وقتها انت كنت انعكاس ليه بشكل او باخر. يعني اولا ايه، فاكر انت فيلم بلبل حيران بتاع احمد حلمي؟ طبعا. لما كان بيتكلم مع نفسه في مره، فبيقول ان ياسمين مش عارف او فلانه كانت مرايه فلان، يعني هو كل اللي شايفه هنا عذرا دلوقتي كل الغلط او كل الحاجات اللي هي مش عاجباه هنا هو شايف ضدها هنا، فكان كل واحده بتعكس الثاني. بعيدا عن المثال يعني، بس المقصد ان انا كنت دايما ببقى شايف نقط مش عاجباني هنا. الكلام مش على مصطفى عزيز عشان فدلوقتي فكان حسن، انا دايما الناس، انا مش اي حد ماسك منصب بيركز معايا، انا بركز مع الناس اللي هي ايه، اللي هو اللي بيلفت انتباه قوي، الشخص اللي الناس ما بتحبه بجد. يعني انت كده كده طالما انت معاك منصب، انت كده كده الناس بتلف حواليك كده كده، وهتقف تتكلم معاك وهيحاول، وفي ناس بتتملق وهكذا، يعني عشان ايه، هو شايف انت في ايدك السلطه وانت اللي هتحرك، بس الناس كانت بتحبك بجد. فانا بقعد بقى متابع هو حسن ده بيعمل ايه. حسن، انا فاكر جمله انت قلتها بس ما قلتهاش بالظبط زي ما قلتها لي انت لما كنت بسالك انت بتعمل ايه، فقلت لي خليك جدع مع الناس على قد ما تقدر، استجدع. قلت لك طب لو ما قدرش، قلت لي استجدع مره واثنين وثلاثه. هو ما بيقدرش وما بيدكش انتاجيه، مشيه وما تفكرش. يعني بص، هي يعني انا ممكن اقول لك دلوقتي اللي هو ايه، انت يعني خليك جدع وما تمشيش، لان في الاخر هو كده كده اللي هيمشي واللي هيوقف الرزق ويخليه يكمل في مكان تاني هو ربنا عز وجل. انت اعمل اللي عليك، انت جدع، انت ما يمنعش ان انت لو استجدعت مع الراجل ده وهو ما عملش معاك الصح، انت في الاخر انت برضه انت بتعمل، انت شغال باصلك، شغال بطبيعتك، فما ينفعش ان انت تغير طبيعتك عشان في شخص وحش تعامل معاك. فخليك زي ما انت جدع وتعامل مع الناس وسيب الباقي على ربنا عز وجل. انا عارف انت بتحب التصوير. طبعا انت يعني طب الموضوع وصلت فيه لحد فين؟ مش هبطل تصوير، تمام. انا يمكن الموضوع بس بالنسبه لي مش احترافي للدرجه، لان انا يعني حته ان انا الهوايه بتاعتي دي انا من فتره وانا شغال فيها، بس هي الفكره ان انا حته لما جربت موضوع الاحتراف لا، انا بحب ان انا اصور الناس لمجرد ان انا بحب التصوير، مش عشان اخد مقابل الموضوع ده. والناس او في او انت تصور مثلا مكان، انا بحب بالظبط، انا مش بصور عشان التصوير، انا بصور عشان بحب اشوف الناس، بحب اوري الناس انا شايف ازاي، تمام. فحتى تلاقيني حتى بالموبايل وكده. انا مبسوط انت كنت موجود معايا أنا أكتر. بجد، وانت نورتني، واتمنى ان الموضوع فعلا نكون قلنا حاجه تفيد الناس، والناس تكون مبسوطه وهي بتسمع. انا استمتعت جدا 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 أنا بجد والله. يعني خبرات انت جيت قلتها كده، يعني خبرات انت جيت ولا قلتها في قعده، فبجد مش عارف يعني لو انت شايف انت ما وصلتش لحاجه فمين وصل، فبجد يعني شكرا ليك جدا جدا بجد، وباذن الله تتكرر وانت صاحب شركه باذن الله. يا عم ادم، بإذن الله. حبيبي. انت نورتني بجد، وانا مبسوط كنت موجود معايا في ده، انا مشكور اكتر قوي. والله، انا اكتر والله.